المجال المغناطيسي وحاجة اسمها الايه المساحة. يعني عبارة عن البي دوت الاي، ولما احنا بنفك الكلام ده هو بيطلع معانا بي ايه كوزاين الثيتا. لازم الطالب يبقى عارف يعني ايه بي يعني شدة المجال المغناطيسي، والفاي اللي هو التدفق، والاي اللي هي المساحة، والثيتا اسمها زاوية سقوط المجال، زاوية سقوط المجال. لازم في البداية الأول، والثيتا دي هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. هنعرف إن العوامل اللي هيتوقف عليها التدفق هي البي بتناسب طردي، إنه الفاي مع الاي برضه تناسب طردي، إنه الفاي مع كوزاين الثيتا، وركز مش مع الثيتا، تناسب إيه طردي. يعني كل ما بيزيد المساحة بيزيد التدفق، كل ما يزيد شدة المجال يزيد التدفق، كل ما تزيد كوزاين ثيتا خلال الربع بتزيد معانا قيمة الايه الفاي. طبعا هنا في معلومة مهمة لازم تخلي بالك منها، ألا وأن هي أن البي لا علاقة له بالايه، فشدة المجال لا تعتمد على المساحة. ودي كانت متاخدة معانا من الفصل الدراسي الثاني في الصف 11، إن البي لها عوامل حسب الشكل. وكمان لازم تبقى فاهم هي ليه، لأن أنت عندك البي هي عبارة عن الفاي على الايه، فبالتالي زيادة الايه سيزيد من الفاي، وبالتالي تظل البي كما هي. اذا البي لا تعتمد على المساحة. هتبقى عارف انه الفاي وحدتها اسمها وبر، هتبقى عارف انه الفاي الوحدة بتاعتها اسمها وبر او وبر، ودي بتكافئ يعني تساوي تسلا في المتر مربع، انه البي الوحدة بتاعتها تسلا وتكافئ وبر على المتر ايه مربع. تبقى عارف ان المساحة وحدتها بالمتر ايه مربع، والسيتا بتاعتنا بتكون ديجري يعني درجة. تمام. تعال بقى نقف هنا عند طبعا يقول لك الفاي هو كمية عددية من الملاحظات. ليه هو كمية عددية؟ لأنه حاصل الضرب العددي لمتجهي شدة المجال والمساحة. دي كلها أفكار تيجي في هذه النقطة. هنيجي بقى عند الزاوية اللي هي ثيتا، وهذه هي النقطة المهمة. لازم الأول هعلمك طريقة تفهم بقى. هنا ده اسمه السطح أو مستوى الملف، وعندنا هنا حاجة اسمها العمود المقام، العمود المقام اللي احنا بنسميه متجه المساحة، وهيبقى عندي هنا حاجة اسمها خط المجال اللي هو البي. هنركز بقى في الكلام جدا. هنا يا شباب الزاوية ثيتا، فالزاوية ثيتا اسمها زاوية سقوط المجال، أو الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال واتجاه العمود المقام على السطح أو متجه مساحة السطح. يعني هنا خلي بالك بقى من الكلام، يبقى الزاوية اسمها زاوية سقوط المجال، أو الزاوية بين اتجاه المجال اللي هو البي وبين متجه المساحة أو العمود المقام اللي هو الإن، دي اسمها الزاوية. طيب غير كده بقى هيحصل هنا لخبطة. خلي بالنا بقى لما يقول لي في الامتحان، المجال يصنع مع السطح أو يميل على السطح، قولها لي كده، المجال يصنع مع السطح. هنا ده العمود، هنا ده السطح أو مستوى الملف، وقولي المجال اللي هو البي يصنع مع السطح يقصد بها هذه. هنا يا شباب الزاوية هطرح من 90، يعني لو اداني دي 30 يبقى السيتا بتاعتي 90 ناقص 30 يساوي 60، لأن أنا عاوز الزاوية اللي هنا. يبقى الزاوية ال 30 دي هنا زاوية وهمية، يعني مش دي الزاوية الحقيقية. بخلي بالي لما يقول لي المجال يصنع مع السطح أو يميل على السطح، فهذه ليست الزاوية، لما هنا نطرحها من ال 90. طيب لما يروح يقول لي انه هنا ادي الان، وهنا ادي السطح، وهنا المجال، في هذه الحالة البي اللي هو اتجاه المجال يوازي متجه المساحة، فبتكون هنا ثيتا بصفر، وثيتا بصفر يعني كوزاين صفر بواحد، يكون التدفق المغناطيسي قيمة عظمى موجبة. وبالتالي متى يصبح التدفق المغناطيسي قيمة عظمى أو قيمة عظمى موجبة؟ إذا كان اتجاه متجه المجال أو شدة المجال يوازي متجه المساحة. وركز بقى في الصيغة الثانية. ممكن الطالب يقول إن اتجاه المجال اللي هو البي أهو يوازي متجه المساحة،
او يقول اتجاه المجال عمودي على السطح او مستوى اللفات، هي نفس العبارة. طب نرجع بقى هنا تاني اهو، يبقى انا اكتب لك هنا قدامك عشان برضه لو عايز تسجل ورايا. الرسمة دي معناها المجال عمودي على السطح، او المجال يوازي متجه المساحة. في الحالتين الزاوية صفر، في الحالتين الفاي قيمة عظمى. لكن لو انا جيت ورحت عملت لك الرسمة التانية كده وقلت لك خلي بالك معايا اهو، وادي الان وادي السطح اهو، وعملت لك الراجل ده كده، ده البي. هنا بقى نقول ايه بقى؟ ركز في الكلام، ركز في الكلام. هنا البي اللي هو اتجاه المجال يوازي السطح، يبقى المجال يوازي السطح، يعني يوازي مستوى اللفات، يعني المجال عمودي على متجه المساحة. طب الزاوية هنا كام يا أستاذ؟ هنا 90 بقى. طب كوزين 90 بكام يا أستاذ؟ بصفر، فالتدفق زيرو. يبقى متى يكون التدفق المغناطيسي ينعدم أو يساوي صفر؟ إذا لقيت في المسألة المجال يوازي السطح أو يوازي مستوى اللفات، أو لقيت المجال عمودي على متجه المساحة، أو لقيت المجال يتعامد مع متجه المساحة، أو المجال يتعامد مع العمود المقام على السطح. هنا الزاوية 90، فكوزين 90 بصفر، فبالتالي التدفق يساوي كام؟ صفر. نخلي بالنا من هذه النقاط. حلو يا أستاذ. بعدين تعالى بقى انا هعمل لك حاجه كويسه. لما يكون المساحه عندك نصف قطر تقول باي ار تربيع، وبحيث ان ار اسمه نصف الايه؟ القطر. ايه رايك بقى ان دي وردت في الاختبار؟ فاي بيساوي بي اي كوزين سيتا. وراح قال له سؤال رياضي، قال له خلي بالك. ايه يا استاذ؟ قال له ايه رايك لو انا عندي مساحه بتساوي 2 متر مربع، وعاوز الفاي يساوي البي عدديا، السيتا زاويه السقوط تطلع بكام؟ وجابها له اكمل، كان عليها درجه ونص. اقول له تاني، قال له اذا علمت ان السطح مساحته 2 متر مربع، احنا عاوزين الفاي يساوي البي عدديا، عددي يطلعوا نفس الرقم، سيتا تطلع كامل لزاويه سقوط المجال. ركز بقى معايا، انا لو جيت خدتها كجزء رياضي، كجزء رياضي، انا عاوز الفاي يساوي البي، وادي الايه بكام؟ ب2. حلو. عشان الفاي تساوي البي، ركز معايا، فهمت ليه؟ تحل اي مساله بعدها لازم الناتج ده كله يطلع بواحد، فلازم الكوزاين سيتا تطلع بنص، عشان 2 في نص تطلع بواحد. طب ايه الزاويه اللي الكوزاين بتاعها بنص يا استاذ؟ بتروح على الاله تقول شيفت كوزاين نص، تطلع معاك سيتا ب 60 درجه. يبقى هنا لو زاوية سقوط المجال 60، فبتقول كوزاين 60، كوزاين 60 بكام يا أستاذ؟ بنص. طيب نص في 2 بكام يا أستاذ؟ بواحد. طب وبعدين يصبح عندك الفاي تساوي مين؟ تساوي البي، وهذا هو المطلوب حسابه. يبقى خلي بالنا من الأسئلة النمطية اللي زي ديت، وتخلي بالك من شكلها. بعد كده بتدخل على حاجة اسمها الحث الكهرومغناطيسي. الحث الكهرومغناطيسي. في الحث الكهرومغناطيسي مطلوب من حضرتك تعرف تعريف الظاهرة، اللي هي ظاهرة تولد قوة دافعة كهربية حثية، وكذلك تيار حثي في موصل نتيجة تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الموصل. حلو. هنا الحركة يا شباب بتكون حركة نسبية، يعني لما يكون عندي مغناطيس، والمغناطيس في قطبين اس وان، ويكون عندي هنا فيه ملف ومتوصل بحاجة اسمها جلفانوميتر، هنلاحظ انه تقريب المغناطيس او ابعاده، او تقريب الملف او ابعاده، او حركة الاثنين، هذه اسمها حركة نسبية، احدهما يتحرك بالنسبة الى الاخر، هذا يولد قوة دافعة. يبقى عشان نولد قوة دافعة لازم يحصل حركة نسبية، اما المغناطيس يتحرك والملف ثابت، او الملف يتحرك والمغناطيس ثابت، او الاثنين يتحركوا بنسبة لبعض مع وجود فرق في السرعات. خلي بالنا من النقاط دي. طيب هنا بقى هنخلي بالي انه كل ما بتكون الحركة النسبية اسرع،
اسرع، خلي بالك، بتكون القوه الدافعه الكهربيه اكبر. تمام. وانه التيار هيتوقف تماما عندما تتوقف الحركه، يبقى عند توقف الحركه الجلفانوميتر مش هينحرف. الانحراف هنا اسمه انحراف لحظي، يعني بمجرد ما قرب او ابعد ملف او مغناطيس المؤشر ينحرف لحظيا ثم يعود الى صفر التدريج. طب عند توقف الحركه يتوقف المؤشر على الانحراف لعدم تولد قوه دافعه كهربائيه. كل ما عدد اللفات هيزيد كل ما القوه الدافعه هتزيد، كل ما الحركه تكون اسرع كل ما القوه الدافعه تزيد. وبالتالي هتلاحظ عندك لو انا مستخدم لفه واحده غير لما استخدم لفتين غير لما استخدم ثلاثه. يعني انا لو مستخدم لفه هعتبر ان القوه الدافعه ايبسلون، واستخدم اثنين يبقى 2 ايبسلون، ثلاثه يبقى 3 ايبسلون، اللي هي القوه الايه الدافعه الكهربائيه الحثيه. وهنا بيدخلني على قانون يعرفني فيه انه اتجاه، ركزوا بقى هنا في الكلام، اتجاه التيار الحثي في الملف يتغير إذا تغير اتجاه القطب بتاع المغناطيس أو تغير اتجاه الحركة. نعيد تاني، خلي بالنا من الحتة دي. لو أنا عاوز أغير اتجاه التيار، يعني أخلي التيار ماشي كده أو ماشي بهذا الشكل، إيه اللي يغيره؟ اوعى تقول لي عدد اللفات، غلط. اوعى تقول لي سرعة الحركة، غلط. انما اللي هيغير اتجاه التيار هو تغيير اتجاه قطب المغناطيس. يعني يتخلي الاس هو اللي يقرب او يبعد، يتخلي الان هو اللي يقرب او يبعد، او تغير اتجاه الحركه بتاعه الملف بالنسبه للمغناطيس. يبقى تغيير اتجاه الاقطاب او تغيير اتجاه الحركه يغير اتجاه التيار. اما مقدار التيار او مقدار القوه الدافعه لا، ده ملوش علاقه باتجاه التيار انما او باتجاه المجال، انما له علاقه بعدد اللفات والتغير في التدفق المغناطيسي بالنسبه للزمن. لذلك الراجل فاراداي عمل لنا صيغه ان الابسلون بتساوي السالب الان في دلتا فاي على دلتا تي. فهنلاحظ ان الابسلون يتناسب طردي مع مين يا شباب؟ مع الان كمقدار. طيب هنخلي بالي لو انا جبت لك رسمه بين الابستون وكتبت لك هنا دلتا فاي على دلتا تي، المفروض ان انا اعملها كده رسمه على برنامج الجيو جبرا. ليه؟ لان الابستون هنا بيساوي سالب معدل التغير في التدفق المغناطيسي اللي هو عاملها لي في قانون تاني اهو، ده اسمه الصيغه الثانيه لقانون فاراداي. طب يا استاذ لو احنا عملناها كمقدار، كتبنا هنا مقدار وكتب هنا دلتا فاي على دلتا تي، اوكي تمشي كده عادي. لكن لما اقول لك العلاقه بين القوه الدافعه والتغير في التدفق المغناطيسي بالنسبه للزمن اعملها بهذا الشكل. اما ما يقول لي مقدار امشيها كانها ايه؟ جزء رياضي. طيب يبقى قانون فاراداي له صيغتين عندي لازم تعرفهم، انه بتتناسب القوه الدافعه الكهربائيه كمقدار تناسبا طرديا مع حاصل ضرب عدد اللفات ومعدل التغير في التدفق المغناطيسي. وله صيغه ثانيه انه القوه الدافعه الكهربائيه المتولده في موصل تساوي سالب معدل التغير في التدفق المغناطيسي. ممكن واحد يسالنا استاذ ايه الفرق بين دلتا فاي وسالب دلتا فاي؟ اما نكتب دي فاي اسمه اشتقاق بيكون في فتره زمنيه قصيره، وبما ان المجال منتظم فاحنا هنستعمل دلتا فاي على دلتا ايه تي. حلو يا استاذ. وبعدين نيجي نروح نقول لك خلي بالك من الملاحظات اللي احنا هنقولها لك دلوقتي على قانون فاراداي. خلي بالك انت بتقول ابسلون بيساوي السالب ان دلتا فاي على دلتا تي. اوكي يا استاذ حلو. شايفين الفايده اهو؟ الفايده اللي هو ايه؟ وحدته ويبر تساوي، مش احنا قايلين قبل كده تسلا في المتر تربيع؟ اوكي يا استاذ. طب ما ايه رايك الابسلون بالفولت والزمن بالثانيه يبقى عباره عن فولت في الثانيه. يا سلام يا سلام. يبقى الوبر يكافئ تسلا في المتر مربع. حلو يا استاذ. ويكافئ الفولت في الثانيه، ويكافئ الفولت في الايه؟ في الثانيه. طيب وايه تاني يا استاذ عايز تقوله؟ اقول لك خلي بالك بقى من ملاحظاتنا على قانون فاراداي في الحل. انت القانون بتاع حضرتك اهو، ابسلون بيساوي سالب ام دلتا فاي على دلتا تي، فبيساوي سالب ان واقول فاي 2 ناقص فاي 1 على دلتا تي. اوكي لما تيجي تحل لازم يكون عندك فاي 1 وعندك فاي 2. من الحاجات بقى اللي يحطها لك تريكات في المساله اقول لك ايه؟ يقول لك كده سحب الملف فجأة،
سحب أو نزع أو أخرج أو توقف المجال أو انعدم أو تلاشى. أي عبارة من العبارات ده وأنت مغمض فاي 2 هيطلع بصفر. تاني، سحب الملف، نزع، أخرج، أبعد، توقف، انعدم المجال، تلاشى التدفق. أي عبارة اسمها فاي 2 بصفر. حلو. وبعدين يا أستاذ، طب لو أنا رحت قلت لك أدي القانون تاني أهو، دلتا فاي على دلتا تي. أقول لك إيه بقى؟ أقول لك إيه؟ خلي بالك بقى. قلب الملف، أدير 180 درجة أو عكس الاتجاه. هتعرف إن فاي 2 تطلع سالب فاي 1. يعني حضرتك لو فاي 1 طالعة ب3 يبقى فاي 2 بسالب 3. لو فاي 1 طالعة بسالب 3 فاي 2 تطلع بموجب 3. وترجع تعوض تقوم العملية تطلع معاك مظبوطة. خلي بالك من هذه الأفكار. حلو يا أستاذ. هتخلي بالك كمان معايا من نقطة إيه هي؟ لو أنا جيت جبت لك مغناطيس بهذا الشكل وبيتحرك كده، وجبت لك هنا ملف بهذا الشكل وآدي جلفانو متر، وقلت لك ايه؟ المغناطيس والملف يتحركان معا بنفس السرعة ونفس الاتجاه. المغناطيس والملف يتحركان معا بنفس مقدار واتجاه السرعة. خلي بالك، هل مؤشر الجلفانوميتر هينحرف؟ لا، لن تتولد قوة دافعة كهربائية. ليه؟ لأنه مش هيحصل قطع لخطوط المجال، مش هيحصل تغير في التدفق المغناطيسي، وبالتالي لن تتولد قوة دافعة كهربائية في هذه الحالة. مغناطيس وملف بيتحركوا ورا بعض بنفس المقدار بتاع السرعة وبنفس الاتجاه بتاع مين؟ السرعة. هنا لا تتولد قوة دافعة كهربائية لأنه لم يحدث تغير في التدفق المغناطيسي نتيجة عدم قطع خطوط المجال المغناطيسي. بعد كده من الأشياء برضو اللي تخلي بالك منها الرسومات اللي هي بتيجي كده. يكتب لك هنا فاي ويكتب لك هنا زمن، وممكن يعمل لك بهذا الشكل، أو ممكن يعمل لك بهذا الشكل، او ممكن يجيب لك ادي بي وادي الزمن ويعمل لك بهذا الشكل، او يعمل لك بي وتي ويعمل لي هذا الشكل. نخلي بالنا بقى من استخراج المعلومات. هنفترض هنا ده صفر، هنفترض هنا 10 واي ارقام. نخلي بالنا بقى هل هو كاتب مايكرو ولا ميلي والكلام ده. وهنا مثلا 5 وهنا 5. حلو. وهنا ادي ال10. هنخلي بالنا في الرسمه اللي فوق دي هتفهم ان فاي 1 هي اللي بصفر، لكن فاي 2 هي اللي بقيمة ال10 اللي فوق. هنا هعكس فاي 1 هي اللي ب10 وفاي 2 هي اللي بصفر. هنا بي 1 بصفر لكن بي 2 هي اللي ب5. هنا بي اعيد تاني، اسف. هنا في الرسمة دي البي 1 ب5 اما البي 2 بصفر. هنا البي 1 بصفر البي 2 ب5. دي هتفرق معاك في الحل، فلازم تبقى فاهم انت بتطلع الحاجات دي ازاي. الحته الثانيه يا استاذ، ساعات يجيب لي رسمه ويعمل لي زي ما هو جايب لك في كتاب المدرسه عندك في صفحه 22، وجا عامل للطالب الرسمه كده كده، وراح عامل له هنا زمن 2 وكتب له هنا 0.2 وكتب له هنا البي بالتسلا وكتب له هنا التي بالاس. هتخلي بالك بقى المرحله الاولى دي اللي انا مشاور عليها دي، هنا البي 1 بصفر لكن البي 2 ب0.2. هنا هيحصل تغير وتحل المساله عادي. اما المشكله في الجزء ده بي 1 يساوي بي 2 يبقى دلتا فاي يطلع بكام؟ بصفر. فالابسلون صفر فالاي يطلع بصفر اللي هو شيل التاء، لان احنا عندنا الاي بيساوي ابسلون على الار، ابسلون على الار. طيب نرجع لمرجوعنا تاني، نقول له ايه بقى؟ عندنا يا شباب قاعدة اسمها قاعدة لينز، ودي من القواعد اللي بعض الطلاب قد يحتار فيها. طبعا النص القاعدة لازم تبقى عارفه، انه يقول لك ايه؟ التيار الكهربائي التأثيري اللي هو متولد في ملف يسري باتجاه بحيث يولد مجالا مغناطيسيا يعاكس
التغير في التدفق المغناطيسي المولد له. التغير في التدفق المغناطيسي المولد له. حلو. هنخلي بالي بقى من صيغة السؤال. هنا يا شباب لازم أعرفك بعض الأشياء. لما احنا يكون عندنا ملف يا شباب وعامل لي أسهم التيار بهذا الشكل، وعامل لي هنا ملف وعامل لي أسهم التيار لتحت، خلي بالك معايا. بفكرك من 11 بقاعدة اسمها قاعدة اليد اليمنى. كنت بنقبض على الملف باليد اليمنى، الأصابع تشير للتيار، الإبهام يشير للمجال، والمجال يعني إن. لما تلاقي الأسهم طالعة فوق بهذا الشكل اعرف إن هنا إن وهنا إس. أما تلاقي الأسهم في الملف نازلة لتحت اعرف العكس، هنا إن وهنا إس. عشان هيجي لك في الامتحان حدد نوع القطب أو إزاي أطبق قاعدة لينز. دي البداية. حلو. خطوط المجال أبقى عارف إن بتتحرك من الجنوبي للشمالي داخل المغناطيس، ومن الشمالي للجنوبي خارج المغناطيس. يعني خطوط المجال بتتحرك كده او بتتحرك بهذا الشكل. حلو. دي بدايه. تعال بقى نشوف هيسالني ازاي على قاعده لينز عشان نفهمها. انا يا شباب هيروح يجيب لي كده مغناطيس بهذا الشكل، ويكتب لي هنا ان وهنا اس. تمام. ان وهنا ايه وهنا اس. ماشي. بعدين ويعمل لي الحركه كده ويجيب لي هنا حلقه. هنا يا شباب اسمه ابعاد، لان السهم بيبعد. ابعاد مين؟ ابعاد شمالي، مش ابعاد اس، ده اسمه ابعاد شمالي. ويجيب لي نفس الرسمه اهي، ويكتب لي هنا اس وهنا ان، ويعمل لي الرسمه دي كده. وهنا ابقى عارف ان هنا بعمل تقريب جنوبي اهو. يبقى الابعاد والتقريب بناء على الحرف القريب من الملف. يعني هنا الحرف القريب مين؟ ان، فالكلام على الان. هنا الحرف القريب مين؟ اس، فالكلام على الاس. السهم هنا بيبعد يبقى ابعاد شمالي، هنا بيقرب يبقى تقريب جنوبي. ركزوا بقى معايا. قولي بقى القاعده، ركز معايا. ان التيار الحثي يسري بحيث يولد مجالا مغناطيسيا يعاكس التغير المسبب له. يا سلام يا استاذ. اما تلاقي ابعاد اعمل قطب مخالف. يعني زي ما احنا بنقول لا بنحبك ولا اقدر على بعدك. المغناطيس بيبعد، الملف يقول له لا تعالى قرب. فالمغناطيس لما بيبعد هنا يقوم ايه اللي يحصل؟ الملف يقول له تعالى قرب. قرب يعني يعمل تجاذب، يبقى يتولد هنا اس. الاس معناها مع العقارب. كلمه اس معناها ان انا ماشي مع العقارب، وكلمه ان معناها ان انا عكس العقارب. طب تعالى في الثانيه. المغناطيس عاوز يقرب. حلو يا استاذ. وبعدين الملف يقول له لا ابعد. فابعد يعني تنافر، وتنافر يعني اقطاب متشابهه، فيتولد هنا اس فيمشي مع العقارب. خلي بالك من العباره دي. قال لها ده الرسمتين طلعوا زي بعض. ابعاد الشمالي يديك نفس النتيجه بتاعه تقريب جنوبي. ركز بقى معايا في الامثله اللي جايه. اروح اجيب له مثال زي ده. اجي رايح جايب ادي مغناطيس اهو. تمام. واعمل لك هنا اس انه هنا اس، واجي عامل كده، واجي اعمل له هنا جلفانومتر. ادي هنا يا شباب معناها ان انا بقرب اس تقريب جنوبي. حلو يا استاذ. وبعدين الملف ده هيتحول لمغناطيس. عند التقريب بيتولد قطب مماثل، يعني هنا اس يبقى اوتوماتيك هنا ان. ركز بقى معايا في اللي جاي. خطوط المجال في المغناطيس بتتحرك من الشمالي للجنوبي خارج المغناطيس. يعني اتجاه دي ماشي كده، وهنا اتجاهه كده. قال لا ده المجالين عكس بعض. المجالين عكس بعض، يبقى هنا المجالان متعاكسان، اللي هو المجالين المغناطيسيين. هيحصل تنافر، ويتولد على الطرف القريب قطب مماثل. شكرا. طب اتجاه التيار قلنا الاس معناها مع العقارب، يبقى هيمشي كده. حلو الكلام. طب يا استاذ افرض ان انا عاوز اجيب الرسمه بطريقه تانية. قول لي يا عم. اجي رايح كده، خلي بالك انا هطول في الجزئيه ديت عشان هتريحنا بعدين. اجي جاي رسم الرسمه تاني، جايب ادي المغناطيس، وعامل مين هنا؟ عامل هنا اس وهنا ان، بس بعمل هنا ابعاد.
وادي جي الفانومتر. تمام. يلا يا استاذ، هنا المغناطيس عاوز يبعد، فببعد جنوبي. ملف يقول له قرب، قرب يعني تجاذب، فولي يتحول الملف الى مغناطيس كهربي قطبه المواجه للمغناطيس مخالف، يبقى هنا ان وهنا اس. اوكي يا استاذ. المجال المغناطيسي بتاع المغناطيس ماشي كده من الشمال للجنوب، وده ماشي من الشمال للجنوب. لا ده السهمين مع بعض، يبقى المجالان المغناطيسيان نفس الاتجاه، يحصل ايه؟ تجاذب. الاقطاب ايه؟ مخالفه، يبقى القطب اللي هنا عكس اللي هنا. لذلك يجي رايح هو عامل ايه بقى في الامتحان؟ خلي بالك من الحته دي. جايب مغناطيس كده للطالب ويكتب له هنا، ويجي عامل له هنا مثلا ملف اهو، ويجي عامل له مثلا بهذا الشكل. تمام. الاسهم هنا يا شباب فين؟ اسهم هنا فوق. حلو. بعدين اسهم فوق معناها هنا ان، معناها هنا اس. حلو يا استاذ. ركز بقى، ركز في اللي جاي، واعمل العلامه دي كده. قول له ويكتب لي هنا اكس وهنا واي. يقول لي ما نوع القطب المتكون عند اكس. يا سلام يا استاذ، سهله يا استاذ، والله العظيم سهله. هنا انا بعمل تقريب، والتقريب يعمل قطب مماثل. طب هنا اس، يبقى اكيد هنا كان في اس، والواي يبقى ان. وضحت القصه؟ طب افرض انه قال لك انا هعمل ابعاد، نفس الرسم، يبقى هنمسح الكلام ده تاني. طيب يلا، لما هعمل ابعاد ايه اللي هيحصل يا ابني؟ الابعاد معناها قطب مخالف، يبقى هنا ان وهنا ايه على طول؟ اس، عشان يحصل تجاذب. خلي بالنا من الاشياء دي. ساعات يطلب منك اتجاه التيار في الدايره الخارجيه. سهل. يعني افرض مثلا ان انا عامل لك الرسمه، السهم طالع من هنا. خلي بالك بقى معايا اهو، ماشي. تمام. هنا ايه اللي حصل يا شباب؟ ركز بقى، السهم كانه طالع من تحت، لافف من تحت. خلي بالك من الحته دي، مش طالع على فوق. فاصبح هنا الاتجاه ماشي من الاكس الى الواي في الدائره الايه الخارجيه، وهنا الاسهم لتحت معناها هنا ان، معناها هنا مين؟ اس، وهكذا. تمام. ده فيما يتعلق بقاعده مين؟ لينز. نيجي بعد كده بقى على القانون اللي هو بتاع القوه الدافعه الكهربيه في مجال مغناطيسي منتظم، اللي هو قانون الابستون بيساوي بي ال في، ممكن مره بالموجب ومره بالايه؟ بالسالب. وقبل ما اشرحه، طبعا هنا بتعرف ان الابسلون بتتناسب طرديا مع البي، وتتناسب طرديا مع ال، وتتناسب طرديا مع الفي. علاقات كلها علاقات ايه؟ طرديه. ولازم نخلي بالي من انه ال اسمه طول الجزء الموضوع من السلك في المجال اللي عندي. وهنخلي بالي هنا اما يقول لي ما هي العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوة الدافعة في مجال مغناطيسي منتظم، اقول له شدة المجال وطول الموصل وسرعة الحركة. لكن ايه العوامل اللي هيتغير بها اتجاه التيار او اتجاه القوة الدافعة؟ اكيد اتجاه السرعة، واكيد اتجاه المجال. ركز في السؤال، ما هي العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوة الدافعة؟ اذكر كل اللي في القانون، شدة المجال وطول الموصل والسرعة. لكن ما هي العوامل التي يتوقف عليها اتجاه القوة الدافعة أو اتجاه التيار الحثي؟ يتوقف على اتجاه المجال المغناطيسي وعلى اتجاه سرعة الحركة. طيب هنا يا شباب أنا هوري لك فيديو صغير عشان أعرفك أنت إزاي بتحدد اتجاه التيار. خليك معايا في هذا الجزء، ما تروحش بعيد، ده مهم جدا.
تمام. وبكده يا شباب هيبقى عندك الابسلون ممكن يطلع موجب بي ال في، وممكن يطلع سالب بي ال في. لما هيكون نفس الاتجاه هيدي لك اشاره موجبه، لكن لما هيكون عكس اتجاه المتولد هدي لك اشاره ايه سالب. وبمعنى صح احنا بنقول للطلاب لما تلاقي، بسهل، لما تلاقي فيه زياده مساحه على طول القانون بالموجب، ما تلاقي فيه نقص للمساحه الاشاره بتكون ايه سالب البي ال تمام. ده فيما يتعلق بهذا القانون. بعد كده بتنقل على المولد الكهربي. وطبعا المولد الكهربي ده درس من الدروس برضو الجميله والهامه لازم تخلي بالك منها. بتعرف المولد الكهربي اللي هو جهاز بيحول جزء من الطاقة الميكانيكية المبذولة لتحريك ملف مجال مغناطيسي إلى طاقة كهربائية. بتعرف إن التجارب أثبتت إن تردد القوة الدافعة الكهربية هو نفسه تردد المجال المغناطيسي. خلي بالك من حتة تردد القوة الدافعة الكهربية هو نفسه تردد المجال المغناطيسي داخل الملف. دي ممكن تجي لك على هيئه ايه اكمل او صح او خطا. ونبقى عارفين انه وجد عمليا الافضل ان انا اثبت المغناطيس واحرك الملف عشان اولد قوه دافعه ايه كهربائيه. طبعا الملف المولد بيتكون من حلقتين معدنيتين وملف ومغناطيس وفرشتين. والفرشتين دورهم ممكن نقول لك ما دور الفرشتين في حاله ملف المولد. هنقول يصلان دائرة الملف بالدائرة الخارجية أو نقل التيار من دائرة الملف إلى الدائرة الخارجية اللي هي دائرة الإيه؟ الحمل. هتخلي بالك بقى معايا من الحاجات اللي دي. احنا عندنا في حاجة اسمها إبسلون اللي هي القوة الدافعة في حالة الملف بتاع المولد اللي هي ان اي بي اوميجا ساين ثيتا. ثيتا هنا برضو هي اسمها زاوية سقوط المجال أو الزاوية بين اتجاه المجال ومتجه المساحة. حلو. هتركزوا لي في اللي أنا هقوله. هنبقى عارفين إن ساين صفر بصفر، بينما ساين 90 بواحد، وكوزين صفر بواحد، لكن كوزين 90 بصفر. دي حاجات أساسية لازم تعرفها. حلو. هيجي بقى يعمل لي لخبطة في الامتحان والأسئلة بتيجي تلخبط الطلاب. بقول لك إيه؟ طبعا انا هبدا من مستوى الملف عمودي على خطوط المجال. يبقى احنا في العمل هنا هنبدا من مستوى الملف عمودي على خطوط المجال. حلو. ركز بقى من كلمه مستوى الملف عمودي. مستوى الملف عمودي على خطوط المجال. نعيد الرسمه تاني. ادي الرسمه اللي رسمناها في الاول وادي السطح. مستوى الملف عمودي على خطوط المجال، يعني كده معناها سيتا بصفر. حلو. بتشتغل سيتا بصفر يعني كوزين صفر بواحد، فيكون التدفق قيمة عظمى. الفاي هنا هيكون عظمى، لكن الابسلون هنا هيكون زيرو لأن ساين صفر بصفر. يبتدي بعد كده يدور الملف في اتجاه دوران عقارب الساعة، فتبدأ الزاوية سيتا إن هي تزيد، بس كوزين سيتا إيه اللي يحصل له؟ يتناقص. فخلي بالك مع زيادة الزاوية سيتا تقل كوزين سيتا، فيؤدي الى تناقص التدفق في الملف المغناطيسي. لما يبتدي بقى مستوى الملف يكون موازي، ركز بقى، مستوى الملف هيكون موازي. هنعيد الرسمه اهي. ادي ان وادي الملف او السطح او كده. مستوى الملف موازي لخطوط المجال، هو ده معناه مستوى الملف موازي لخطوط المجال. هنا سيتا بكام؟ ب 90. كوزين 90 بكام؟ بصفر، فينعدم التدفق المغناطيسي. اي عندما يصبح اتجاه المجال يوازي السطح او يوازي مستوى الملف او يتعامد مع متجه المساحه او يتعامد مع العمود المقام على السطح. يبتدي بقى الكلام ده بقى يتغير خلال دوره كامله، فهنلاقي انه القوه الدافعه تزيد تقل، فيصبح التيار الحثي الناتج من المولد اسمه تيار متردد. اسمه تيار ايه؟ متردد. ماشي يا استاذ. وبعدين التيار المتردد اللي هو الاي سي. طبعا احنا عندنا الرسمه بتاعته في المولد
لازم تبقى عارف انه لما بتعمل علاقه بين الابسلون والتي فبيطلع معاك هذا الشكل، ودي بتكون داله اسمها داله جيبيه. حلو. لازم بقى نخلي بالنا من بعض طبعا تيار متردد يعني تيار متغير الشده والايه والاتجاه، وهنخلي بالنا ان شدته تتغير لحظيا لكن الاتجاه يتغير، خلي بالنا، كل نصف دوره. والمتوسط بتاع القوة الدافعة خلال دورة كاملة أو مقدار معدل شدته يساوي إيه؟ صفر. حلو. لكن شدته تتغير لحظيا. حلو. بعدين يا أستاذ إحنا عندنا القانون بتاعنا اللي هو إبسلون بيساوي إن إيه بي أوميجا ساين سيتا. هتخلوا لي بقى معانا في القوانين. أدي الإبسلون يساوي إن إيه بي أوميجا ساين ثيتا. الان اي اوميجا ده اهي بي اوميجا بنسميها ابسلون ماكس، ادي ساين سيتا. فابسلون ماكس اسمها القيمه العظمى، اما ابسلون هنا اسمها القيمه اللحظيه. الابسلون ماكس تعتمد على الان وعلى الاي وعلى البي وعلى الاوميجا، دي كلها علاقات طرديه اهي، مع الاي مع البي ومع الاوميجا، دي كلها علاقات طرديه مع الابسلون ماكس، تتوقف على عدد اللفات، على المساحه، على شده المجال، على السرعه الزاويه. والاوميجا هنا اسمها سرعه زاويه او تردد زاوي. الثيتا دي يا شباب عباره عن اوميجا تي، والاوميجا عباره عن 2 باي اف او 2 باي على تي كابيتال. فخلي بالنا من هذه الاشياء، عشان اف يعني تردد وتي يعني زمن ايه دوري. حلو. وبعدين ممكن يسألك سؤال في الامتحان، متى تصبح القوة الدافعة في ملف المولد قيمة عظمى؟ عندما يكون مستوى الملف موازيا لخطوط المجال المغناطيسي. ليه؟ لأن الزاوية في الحالة ده ايه بتكون 90 فاصلة 90 بواحد. طب متى يصبح القوة الدافعة صفر أو تنعدم في ملف المولد؟ إنما يكون مستوى الملف عمودي على خطوط المجال، لأن الزاوية سيتا بتكون بصفر، فساين صفر يطلع بكام؟ بصفر. طيب نيجي هنا من الرسومات اللي عندنا برضو مهمة لازم تعرفها. هناخد وضع الملف خلال دورة كاملة من الوضع العمودي اللي هو بنسموه الوضع الصفري، يعني مستوى الملف عمودي على خطوط المجال. هرسم 4 رسومات ومعمولين عندك باللون الاصفر في الكتاب في صفحه 26 مهمين. مره بين الابسلون وتي والاي والتي اللي هو شيل التيار يعني، وبعدين الفاي والتي، وبعدين الدلتا فاي على دلتا تي مع التي. هنا ده الصفر والصفر معروف. احنا بادئين منين؟ من المستوى العمودي اللي هو الصفري، يعني الزاويه صفر، زاويه سقوط المجال صفر. طيب في الحاله دي الابسلون بينعدم فيبدا من هنا ويطلع بهذا الشكل. اصبح هنا قيمه عظمى موجب ابسلون ماكس، واصبح هنا سالب اخوها التيار. نفس الكلام هنا اي ماكس وهنا سالب اي ماكس. طب الفاي يا استاذ، الفاي لما كانت الزاويه صفر كانت قيمه عظمى، فمعناها يبدا من هنا، يبدا بهذا الشكل. طب احنا عندنا قانون فرضيه بيقول ايه؟ بيقول ان الابسلون تساوي سالب معدل التغير في التدفق المغناطيسي. بالرسمه دي هتترسم بهذا الشكل. فخلي بالنا من هذه الرسومات، ونبقى عارف ان الزاويه ثيتا، ركزوا معايا، لازم تكون مكتوبه ديجري يعني درجه، لكن لو هي مكتوبه راديان هتحولها من راديان الى درجه. ما تحولش الاله، ما تحولش الاله الحاسبه، ما تحولش الآلة الحاسبة. خلي بالك من الحتة دي، لا تحول الآلة الحاسبة. آلتك الحاسبة في الفيزياء خليها ديجري على طول. ولو آلتك معمولة على الراديان ظبطها، بتضغط على زرار شيفت مود وتختار رقم 3 يظهر معاك كلمة ديجري، تخلي آلتك ديجري. انت عندك اما بحول من الديجري الى راديان او من الراديان الى الديجري، احنا عندنا يا شباب اما بحول من الراديان الى الديجري بضرب في 57.3.
ومن الديجري للراديان بقسم على 57.3، الكلام اللي هو مر علينا قبل كده. فدي اهم الاشياء اللي لازم تلاحظها في ملف المولد. طيب لما اقول لك هات متوسط القوه الدافعه تستخدم قانون فاراداي، يعني ايبسلون يساوي سالب ام دلتا فا على دلتا تي. لكن هات القوه اللحظيه او هات القيمه العظمى دي بقوانين مين؟ المولد. وتخلي بالك من السرعه الزاويه اللي هي راديان على الثانيه، او بيسموها التردد الزاوي، والتردد اللي هو وحدته هرتز، والزمن الدوري اللي هو وحدته مين؟ الاس. بعد كده بقى بنبتدي ننقل على حاجه ثانيه، الا وهي التيار المتردد بالتفصيل، وندخل على دوائر التيار الايه؟ المتردد. طيب دوائر التيار المتردد طبعا لازم تبقى فاهم معلومات الاول ان التيار المتردد تيار متغير الشده والاتجاه. شدته تتغير لحظيا، لكن اتجاهه يتغير كل نصف دوره. وتبقى عارف ان معدل مقدار شدته يساوي صفر في الدوره الواحده. نعيد تاني لو انت بتسجل ورايا: شدته تتغير لحظيا، اتجاهه يتغير كل نصف دوره. اما معدل مقدار شدته يساوي صفر في الدوره الواحده. حلو. احنا عندنا ازاي ان احنا نمثل المتجه للجهد المتردد. قال لي ان انا عشان امثله، انا هنا التيار بياخد دوره كامله، فبعمل ايه؟ قال لي هنا يمثل بمتجه طور له طول يساوي القيمه العظمى، يعني ده اهو اسمه في ماكس، قيمه عظمى، ويدور بسرعه ايه؟ زاويه. الاسقاطات على المحور الرأسي اسمها الجهد الجيبي، يعني الاسقاطات ده هي اسمها جهد جيبي. اما ده اسمه، يعني ده اللي هو القيمه اللحظيه، اما ده اسمه القيمه العظمى. فبالتالي لما باجي ارسمه بعمله بهذا الشكل. ده التيار الايه؟ المتردد. عندنا في معادله اسمها في تي، اللي هي معادله الجهد اللحظي، هتساوي في ماكس ساين، وبكتب هنا الاوميجا تي زائد الفاي. الفاي اللي هو اسمه فرق الطور، فرق لا يا شباب الطور. والاوميجا تي زائد فاي على بعضها اسمها الازاحه الايه؟ الزاويه في اي لحظه. هنبقى عارفين ان الفاي وحدته راديان، اما الاوميجا وحدتها راديان على الثانيه. انا بخليك تمشي معايا المقرر اول باول. وعندك حاجه اسمها الاي تي اللي هو شده التيار اللحظي، بيساوي الاي ماكس برضه في ساين، ونكتب مين؟ اوميجا تي زائد الفاي. طيب تعالوا لي بقى هناخد حاجه اسمها بعض الالفاظ، حاجه اسمها الشده الفعاله. الشده الفعاله او القيمه الفعاله للتيار المتردد اللي هي الاي رمز. والاي رمز ده بيساوي اي ماكس واقسم على جذر 2. ده اهم قانون هيفك معايا حاجات كتير فيما بعد. خلي بالك من الحته اللي جايه دي. القيمه الفعاله لشده التيار المتردد تعريفها عندك في الكتاب واضح، ان هي شده التيار المستمر او ثابت الشده الذي يولد كميه الحراره نفسها التي ينتجها التيار المتردد في مقاومه اوميه لها نفس القيمه خلال نفس الزمن. هتلاحظ ان العلاقه بين الاي رمز والاي ماكس علاقه طرديه، فهنا التناسب تناسب ايه؟ طردي. عندنا يا شباب لما باجي احسب الاي اللي هي الطاقه الحراريه، باخد الاي تربيع رمز، اي تربيع رمز واضربه في ار واضربه في التي. لو انا عاوز القدره فباخد الاي تربيع رمز واضرب في مين؟ في الار. هخلي بالي بقى الاجهزه بتاعه التيار المتردد سواء تيار او جهد بتشتغل على القيمه الفعاله. ركز، الاجهزه بتشتغل على مين؟ قيمه فعاله، مش قيمه لحظيه، مش قيمه عظمى، تشتغل على القيمه الفعاله. ممكن يقول لك ايه؟ ما العام توقف على الطاقه الحراريه في مقاومه، هتقول له شده التيار الفعاله والمقاومه خلال الايه؟ زمن معين. طبعا الطاقه بالجول والقدره بوحده مين؟ الوات. اكرر تاني انه يا شباب الاجهزه اللي بتشتغل على التيار المتردد بتقيس القيم الفعاله وليست القيم العظمى وليست القيم الايه؟ اللحظيه. بعد كده بتدخل على حاجه اسمها المقاومه الاوميه. المقاومه الاوميه يا شباب اللي هي ار
ديت ما بتعتمدش على التردد، فالتردد يزيد ما يزيدش مش مشكله. ما بتعتمدش على نوع التيار مستمر او متردد، قيمتها ثابته. طب مين اللي بتعتمد عليه المقاومه الأومية او بيسموها المقاومه الصرفه، اللي هي المقاومه التي تحول الطاقه الكهربائيه باكملها الى طاقه حراريه. فبالتالي هنلاحظ ان المقاومه بتتناسب طردي مع الطول، المقاومه تتناسب عكسي مع المساحه، يعني طردي مع مقلوب المساحه. الار دي بتيجي من القانون اسمه رو ال على الايه. فيقول لك ما هي العوامل توقف عليها المقاومه الأومية؟ بتقول له طول الموصل اللي هو ال، نوع ماده الموصل اللي هو الرو، والمساحه اللي هي الايه الايه، وبرضه بتتاثر بدرجه الايه الحراره. لما هنيجي بقى ندرس في التيار المتردد هتاخد تطبيق قانون اوم على دوائر التيار الايه المتردد. تعال بقى نشوفهم. لما تكون عندك دايره مقاومه اوميه، دايره المقاومه الاوميه بيبقى هنا عامل لك علامه التيار المتردد، وجايب معاك كده، واخد هنا ادي التيار، طبعا ده تيار متردد، وبعدين يجي عامل لك هنا اللي هي العلامه بتاعه المقاومه R1 و R2، مقاومتين اوميتين، وبعدين هنا بيرسم لك حاجه اسمها راسم الاشاره. هنا بقى ايه اللي مطلوب من حضرتك في كل دايره هتدرسها؟ مطلوب منك تعرف شكل الدايره، التمثيل الاتجاهي، التمثيل البياني، قانون الجهد، قانون التيار، مين بيسبق ومين بيتاخر، والعوامل بتاعه كل مقاومه. هنا يا شباب هنلاحظ ان الفي بيساوي الفي ماكس ساين اوميجا تي. تمام ماشي يا استاذ. وبعدين وانه الاي تي بيساوي اي ماكس ساين اوميجا تي. هنبص في المعادلتين شبه بعض. حلو. وبعدين هنلاحظ هنا ان الجهد والتيار متفقان في الطور. يعني ايه يا استاذ؟ يعني يزيدان معا وينقصان معا، محدش احسن من حد. حلو. طيب لما اجي اعمل تمثيل بياني هعمله ازاي؟ ركز بقى معايا في موضوع التمثيل البياني. هسهل عليك عشان كل دايره لما اجي اعمل اقول لك فاكر. في التمثيل البياني يا شباب هرسم منحنى الاي الاول عشان اسهل نفسي. ده منحنى الاول. منحنى الجهد بقى لما يكون هما الاثنين زي بعض يبقى هرسمه كده. ده منحنى الفي، يبقى ده الفي اما ده الاي. ركز بقى معايا في الكلام ده. هنا بنقوله متفقان في الطور. يعني ايه يا استاذ؟ القمه بتاعه الاي والقمه بتاعه الفي مفيش بينهم فرق مسافه افقي، فبالتالي بنقولهم متفقان في الطور، لان فرق الطور اسمه فرق المسافه بين قمتين متتاليتين للجهد والتيار. فالفي والاي القمه بتاعتهم مع بعض، فبالتالي مفيش فرق. ممكن واحد يرسمها بطريقه كده يقول يا استاذ ده الاي، ويقول لي هاخد مين؟ هاخد مثلا الراجل ده كده. المهم ان هم متفقين في الايه؟ في الطور. ده اسمه تمثيل بياني. طب هعمل تمثيل اتجاهي ازاي يا استاذ؟ تمثيل اتجاهي ببساطه بتيجي جاي كده وبكتب لك هنا الاي والفي، ويجي عامل لي السهم بهذا الشكل. معناها انه الاي والفي ماشيين مع بعض، يعني لهم نفس الايه الاتجاه، يعني متفقان في الطور، او بنرسم السهمين بهذا الايه الشكل. ده اسمه تمثيل بياني وتمثيل ايه اتجاهي. مطلوب منك تعرف ان الجهد والتيار متفقان في الطور، وان المقاومه الأومية لا تعتمد لا على تردد التيار ولا على نوع. نيجي بقى لمين؟ للدايره الثانيه. وطبعا الطاقه احنا قلناها قبل كده ان هي طاقه حراريه، ومفيش حاجه اسمها طاقه مغناطيسيه في حاله المقاومه. الدايره الثانيه بقى دايره ملف حثي. ادي الاي سي اللي هو التيار المتردد، وبعدين يجي عامل لي هنا ملف، وجايب هنا الايه المقاومه اللي هي الار، ومكمل معانا، وعامل هنا المداخل والمخارج بتاعتي، وهنا عامل لي رسم الايه الاشاره. هنا بقى ايه المطلوب عن؟ طبعا ده ملف، والملف الحثي النقي نقي ملف حثي نقي، اللي هو ملف عديم المقاومه الأومية لكن له معامل حثي ذاتي كبير. خلي بالك من الحته دي. طيب الملف الحثي النقي، تعال نشوف المعادلات اللي عندي. هنا الفي تي او القيمه اللحظيه بتاعت الملف يعني تساوي الفي ماكس ساين اوميجا تي زائد باي على تي.
اما الاي تي لو شيل التيار بتساوي الاي ماكس في ساين اوميجا تي. ما نيجي نبص في المعادلتين هنلاقي فرق. هنا في زياده باي على 2، فبنقول الجهد يسبق التيار بربع دوره، يعني بيسموها باي على 2 راديان او بيسموها 90 درجه. خلي بالك، يبقى الجهد هو اللي يسبق او التيار يتاخر. حلو. طيب هعمل هنا التمثيل البياني. التمثيل البياني بقى ركز معايا اهو، هنعيد لك الكلام تاني. احنا قلنا هنرسم منحنى مين الاول؟ ارسم يا حبيبي اهو، رسمنا الاول. حلو. دي القمه بتاعه تمام. انا عايز بقى مين؟ الجهد نفسه. شوف بقى انا هرسم الجهد ازاي، ركز بقى معايا اهو. طب تعالى بقى نركز في المعلومه اللي جايه دي. هنا يا شباب الجهد يسبق، خلي بالك بقى، النقطه ده اهي دي القمه بتاعه التيار، اما دي اسمها قمه الجهد. هتلاحظ هنا ان في فرق بينهم اهو، اللي هو باي على 2، يعني معناها ان قمه الجهد تسبق قمه التيار. ده اسمه تمثيل بياني. طب التمثيل الاتجاهي يا استاذ، هتيجي عامل كده وتيجي عامل لي ادي الاي ال وادي الفي ال، وتوريني ان هنا زاويه 90 وان السبق لمين؟ لحاله الفي. وممكن واحد يقول لي يا استاذ انا هرسمها بطريقه ثانيه. ايه يا ابني؟ اقول له يا استاذ عندنا هعمل هنا الفي ال وهعمل هنا الاي ال وهعمل بينهم 90 عادي مفيش مشكله. ده اسمه تمثيل اتجاهي. هتلاحظ هنا بقى انه في هذه الدائره بينشا حاجه اسمها ممانعه حثيه، هنسميها اكس ال. يسالك سؤال في الامتحان، ليه الممانعه الحثيه هنا؟ معناها ايه؟ قال لك هي الممانعه التي يبديها الملف لمرور التيار المتردد. طيب الممانعه هنا يا شباب اتولدت ازاي؟ قال لك انه بما انه التيار المتردد متغير الشده والاتجاه، فبالتالي يتولد في الملف قوة محركة كهربائية تأثيرية تعاكس مسببها فتعيق مرور التيار، فتتولد مقاومة بنسميها الايه؟ الممانعة الحثية. رمزها اكس ال، وحدتها اسمها ايه؟ اوم. ودي بتساوي اوميجا ال اللي هي السرعة الزاوية في معامل الحث، او بتساوي 2 باي اف ال. هنلاحظ انه اكس ال بتتناسب طردي مع الاف وتتناسب طردي مع ال. لذلك لما اقول لك ما هي العوامل التي يتوقف عليها الممانعة الحثية للملف، هنقول له تعتمد على تردد التيار وعلى معامل الحث الذاتي طبعا هنا العلاقات او التناسب ايه يا شباب؟ تناسب طردي. ماشي يا استاذ. وبعدين يعني معناها انه اف يزداد الاكس ال تزداد. خلي بالك بس ايه اللي يحصل للاي؟ يقل. طبعا ده في دايره التيار المتردد. طيب الاف لو يقل الاكس ال تقل، الاي اللي يحصل له يزداد، عشان نفهم في طريقه الايه؟ الاسئله. طيب بعدين هنلاحظ انه في هذه الدائره بما انه الملف الحثي النقي، خلي بالك معايا الحته دي، عديم المقاومة الأومية، إذا هو لا يستهلك طاقة حرارية، إنما بيديني حاجة اسمها طاقة مغناطيسية، احنا بنسميها يو بي، بتساوي نص ال اي تربيع رمز. ممكن نسألك ما هي العوامل توقف عليها الطاقة المغناطيسية في الملف؟ هنقوله معامل الحث الذاتي والشدة الفعالة للتيار المتردد. هنلاحظ ان اليو بي مع ال علاقة طردية، مع الاي تربيع الرمز علاقة طردية، فبالتالي لما يزيد شدة التيار للمثلين تزداد الطاقة المغناطيسية 4 مرات. بتقدر تطبق قانون اوم في كل دايرة، بتقول لي في رمز هيبقى على اي رمز، او في ماكس على اي ماكس، او قانون الاكس ال اللي احنا لسه واخدينه اللي هو 2 باي اف ال. السؤال بقى اللي جاي وده المهم، لما يكون بقى تيار مستمر، تيار مستمر اف بصفر يعني تردده بصفر، وبالتالي اكس ال تساوي صفر. ولما اكس ال تساوي صفر يبقى لا تظهر اي ممانعة، لا تظهر اي ممانعة حثية. لمين؟ للتيار المستمر. يعني التيار مر، يبقى عند دخول تيار مستمر على دائرة ملف
حثي نقي بدلا من التيار المتردد اكس ال هتساوي كام؟ صفر، وبالتالي يمر الايه؟ التيار، فلا تبدي او لا تظهر اي ممانعه يا شباب حثيه. بعد كده بندخل على الدايره اللي بعد كده يا شباب، اللي هي دائره المكثف. والمكثف اهوت اللي هو بيبقى عباره عن ادي دايره التيار المتردد، وادي نطلع ونروح هنا، ادي مقاومه اوميه، وطبعا بموصل على التوالي. المكثف بيبقى له حين طول ايه يا شباب؟ طول بعض. وبيبقى عندك المداخل والمخارج بتاعتك، وعندك اللي هو رسم الايه؟ الاشاره. مش دي القصه. هنا لازم نعرف انه في هذه الدائره هنلاحظ انه في حاجه اسمها ممانعه سعويه، اللي هي الممانعه اللي هيبديها الملف لمرور التيار المتردد. طب نشأت ازاي الممانعه السعويه اللي اسمها اكس سي؟ نشأت ازاي؟ نشأت نتيجة تراكم الشحنات على سطحي المكثف وحدوث فرق جهد عكسي يقاوم مرور التيار بتاع الشحن. تاني علل. وجود ممانعة للمكثف هنقوله بسبب تراكم الشحنات على سطحي المكثف وحدوث فرق جهد عكسي يقاوم مرور تيار الشحن. دي بتساوي 1 على اوميجا سي، يعني بتساوي 1 على 2 باي اوميجا سي، 2 باي اف سي. تمام؟ وبالتالي 1 على 2 باي اف سي. ايه العوامل توقف عليها الاكس سي؟ هنلاحظ ان الاكس سي هنا مع الاف علاقه عكسي، ومع السي برضو علاقه ايه؟ عكسي. يبقى هنا تتناسب عكسي مع سعه المكثف، تتناسب عكسي مع تردد المكثف. ولو حبينا نقلب العلاقه يبقى 1 على اف يطلع طردي، 1 على سي يطلع ايه؟ طردي. هنلاحظ هنا انه في هذه الدائره انه الفي بيساوي في ماكس ساين اوميجا تي ناقص باي على 2. هنا الاي تي اللي هو التيار اللحظي بيساوي اي ماكس ساين اوميجا تي. هنا بقى هنلاحظ حاجه، انه في فرق. اي نعم، بس هنا هنلاحظ الاشاره هنا اشاره سالب، فهنا الجهد يتاخر عن التيار. يعني التيار هو اللي بيسبق الجهد بكام؟ بربع دوره، او باي على 2 راديان، او 90 درجه. تمام؟ طيب مضطر نعمل مين بقى؟ التمثيل البياني. يلا التمثيل البياني هنعملوه ازاي؟ اتعودنا وعلمتك خلاص بقى، شاطر. قلت لك هترسم منحنى مين الاول؟ منحنى الاي، وتريح دماغك. حلو. وبعد كده بقى شوف لي منحنى الجهد. هبتدي لك هنا منحنى الجهد بهذا الشكل. ركز بقى معايا عشان تعرف الفرق ازاي. هنا يا شباب، هنا يا شباب القمه بتاعت التيار اهي، والقمه بتاعت الجهد اهي. مين بيسبق؟ قمه التيار هي اللي سابقه الاول، وهنا في اصبح في بينهم فرق طول هو لصالح مين؟ لصالح التيار. يبقى هنا قمه التيار تسبق قمه الايه؟ الجهد. ده اسمه تمثيل بياني. طب تمثيل اتجاهي ببساطه خالص، هتعمل ادي الاي بتاع السي، وهنا الفي بتاع مين؟ السي، وهنا زاويه 90 والتقدم لصالح الاي. او ممكن طالب يقول يا استاذ انا هعملها كده، هعمل هنا اي سي وهعمل لك هنا في سي وكده. ماشي، مفيش اي مشكله عندنا. الاجابتين اجابتين ايه؟ صحيح. طيب الحته بقى اللي جايه تخلي بالك معايا، لما يكون بقى احنا بنقوله هنا ايه؟ اكس سي بيتناسب مع 1 على اف، يعني اف يزداد، اكس سي تقل، الاي يزداد اللي هو شده التيار. هنا الاف يقل، هنا الاكس سي تزداد، هنا الاي يقل. فيقول لك ايه؟ اي مما يلي دائره تيار متردد يقل فيها شده التيار مع نقص التردد. دائره المكثف يزداد فيها شده التيار مع زياده التردد، دايره الايه؟ المكثف. ودي عكس الملف، دي عكس الايه؟ الملف. والدوائر دي بنلاقيها في اجهزه الايه؟ اللاسلكي والتلفاز وما الى ذلك يا شباب. طيب هنا هنلاحظ حاجه غايه في الاهميه، الا وهي في حاله التيار المستمر ايه اللي هيحصل؟ في التيار المستمر في حاله المكثف اف بيساوي صفر، فالاكس سي هتساوي 1 على 2 باي صفر في سي، يعني تساوي 1 على صفر. كتير يقول لك 1 على صفر بصفر. لا يا حبيبي، هنا لا نهائي.
فنقوله هنا اكس سي لا نهائيه القيمه في حاله التيار المستمر، وبالتالي تصبح دائره مفتوحه. بيقول لك ماذا يحدث اذا استبدلنا التيار المتردد بتيار مستمر في حاله دائره مكثف؟ هنقول تصبح اكس سي لا نهائيه القيمه، اي ان الدائره مفتوحه، اي لن يمر ايه تيار. في برضه سؤال مشهور يقول له علل رغم وجود مادة عازلة بين لوحي المكثف إلا أنه يمر تيار. كل ده بسبب تعاقب عمليتي الشحن والإيه والتفريغ. هنعرف إنه سواء في دايرة المكثف أو دايرة الملف الاثنين بيستخدموا في فصل التيارات منخفضة التردد عن التيارات مرتفعة التردد. في الملف يسمح بمرور، خلي بالك، التيارات المنخفضة ولا يسمح بمرور التيارات العالية. في المكثف يسمح بمرور التيارات العالية عشان هيقلل اكس سي، ولا يسمح بمرور التيارات المنخفضة. ونقدر هنا نطبق قانون اوم انه الاكس سي بيساوي الفي رمز على الاي رمز، او بيساوي الفي ماكس على الاي ماكس، وهكذا. طيب هنا بيديني طاقة، بيخزن طاقة اسمها طاقة كهربائية بس ما بيستهلكش طاقة حرارية، بيساوي نص سي في تربيع رمز. برضو بعرف ان العلاقة مع الفي تربيع رمز علاقة طردي، مع السي علاقة هي طردي. فأقول لك ما هي العوامل توقف عليها الطاقة الكهربائية في المكثف؟ هنقول له سعة المكثف تناسب طردي، القيمة الفعالة للجهد المتردد تناسب طردي مع مربع القيمة الفعالة. ده فيما يتعلق بالدوائر. هنخلي بالي بس وانت بتذاكر، اما اقول لك ار مع الاف ده ثابت، لكن لما اقول لك اكس ال مع الاف تقول لي طردي، لكن لما اقول لك اكس سي مع الاف ده تناسب عكسي. هتخلي بالك انه المقاومه ملهاش علاقه بالتردد، ملهاش علاقه بنوع التيار. الاكس ال لها علاقه بالتردد، لها علاقه بنوع التيار زي ما احنا شرحنا من شويه. هتخلي بالك بقى من اللغز اللي هو بيلعبوا فيه في الامتحان. اما اقول لك مثلا دائره تيار متردد وتديني التيار بالقيمه 2 ساين مثلا 100 باي تي، ايه اللغز اللي انا هستفيده من هنا؟ هعرف ان الاثنين اللي قبل الساين دي اسمها اي ماكس، قيمه عظمى، واعرف كلمه 100 باي دي اللي هي الاوميجا اللي هي السرعه الزاويه، ومن الاوميجا اقدر اجيب الاف. ده لغز يحل به المثال. بعد كده بقى هتدخل على الدائره اللي فيها 3 حاجات، الا وهي دائره ملف حث نقي ومكثف ومقاومه، يعني ال3 حاجات مع بعض. يعني هنا هيكون عندك مثلا ادي مقاومه ار، وبعدين ادي مكثف اللي هو السي ولازم اللوحين طول بعض، وبعدين ادي مين؟ ادي الملف. في هذه الحاله يا شباب هنلاحظ ان انا عندي 3 اتجاهات، وبالتالي المتجهات مختلفه في الطور، فهنعمل لهم مجموع اتجاهي وليس مجموع عددي. حضرتك لما هتيجي ترسم هترسم بهذا الشكل. هتلاحظ ان هنا في سي، هنا الفي ال، هتلاحظ هنا الفي مين؟ الفي ار. هتلاحظ ان الاثنين دول متجهين متعاكسين، فباخد الفرق بينهم ويصبح عندي المحصله بتاعتي في توتال، ومعايا هنا الفي ار، وتصبح هنا مين؟ المحصله، يعني طبعا اسف ديت عباره عن الفي ال ناقص الفي سي، اما هنا ده عباره عن مين؟ عن الفي توتال. هنا في زاويه اسمها زاويه الطور، هي زاويه محصوله بين الجهد الكلي وجهد المقاومه، وممكن الرسمه دي تتعمل بهذا الشكل. هيبقى هنا حاجه اسمها زد، وهيبقى هنا حاجه اسمها ار، وهنا اكس ال ناقص الاكس سي، وهنا الزاويه اللي هي الزاويه بين المقاومه الأمية والمقاومه الكليه. هنا هنعمل جمع اسمه جمع اتجاهي، انه الفي توتال يساوي الجذر التربيعي في تربيع ار زائد في ال ناقص الفي سي لكل تربيع، او طبعا داير التوالي عشان اوصل للعلاقه هوصل ان الزد بيساوي الجذر التربيعي للار تربيع زائد الاكس ال ناقص الاكس سي لكل تربيع. الاكس الزد هنا اسمها مقاومه كليه، اسمها مقاومه كليه. لما باجي ارسم بقى الرسم البياني بين الزد والاف، انت طبعا عندك الار اهيت، وعندك الاكس ال اهيت، وعندك هنا مين؟ الاكس سي، وهتعرف هنا ان ده تردد اسمه تردد الرنين. ادي خدنا الثلاثه مع بعض، وتقدر تقول ان زد بتساوي، طبق قانون اوم،
في تي على الاي تي، او الفي رمز على الاي رمز، او الفي ماكس على الاي ماكس. تمام كده؟ طيب لما اجي اجيب حاجه اسمها فرق الطول او الزاويه اللي عندي، فبقول تان فاي بيساوي في ال ناقص في سي على الفي ار، او بقول تان فاي بيساوي اكس ال ناقص اكس سي على الار. لو يا شباب الفاي طلعت اكبر من الصفر فبقول الجهد يتقدم، لو طلعت اقل من الصفر الجهد يتاخر، لو طلع بيساوي صفر بقول الجهد والتيار متفقان في الطول. بنيجي بقى لمين؟ لاخر دايره واهم دايره اسمها دائره الرنين الكهربي. دايرة الرنين هي نفس الدايرة اللي فاتت بس هنعتبرها حالة خاصة، وهنا ادي المقاومة R، وهنا معانا مكثف بس بيعمل عليه العملية دي معناها متغير السعة، ومعاك الايه الملف. خلي بالك. فما هي دائرة الرنين الكهربي؟ هي دائرة توالي فيها تيار متردد تحتوي على ملف حث نقي وعلى مقاومة أمية وعلى مكثف متغير السعة. أنا أقدر أغير السعة بتاعته. دايرة الرنين في حالة اسمها حالة الرنين، في دايرة الرنين في حالة الرنين الكهربي، وفي حاجة اسمها تردد الرنين. خلي بالك مصطلحات. اما اقول لك دائرة الرنين الكهربي فبقول لك هي دائرة توالي تحتوي على ملف حث نقي وعلى مكثف متغير السعة وعلى مقاومة أمية. اما كلمة حالة الرنين هي الحالة التي عندها تصبح قيمة شدة التيار قيمة عظمى أو المقاومة الكلية أقل ما يمكن. أما تردد الرنين اللي هو الإف نوت هو قيمة التردد الذي عنده تصبح شدة التيار أعلى ما يمكن، حيث تتساوى الممانعة الحثية مع الممانعة السعوية. دايرة الرنين ده هي بقى لها خصائص، أول ما تشوفها تعرف إن الدايرة اسمها دايرة رنين. إيه هي بقى يا شباب؟ لازم الاكس ال تساوي اكس سي، يعني لازم الممانعه الحثيه تساوي الممانعه السعويه، يعني كل منهما يلغي الاخر. فبالتالي الفي ال يساوي الفي سي، يعني جهد الملف يساوي جهد المكثف. فبالتالي الفي ار يساوي في توتال، جهد المقاومه يساوي الجهد الكلي. وبالتالي الزد تساوي ار، يعني المقاومه الكليه تساوي المقاومه الاوميه، وبالتالي تطلع اقل ما يمكن. وبالتالي اي اعلى ما يمكن، شده تيار اعلى ما يمكن. طب وايه تاني يا استاذ من الخصائص؟ هتلاحظ انه الفاي تساوي كام؟ صفر، يعني الجهد والتيار متفقان في الطاقة. الله، ده احنا هنا بنوصل لحاجة ان الجهد والتيار بيتفقوا في الطور في اول دايرة واخر دايرة. اول دايرة اللي فيها مقاومة أمية بس، واخر دايرة اللي هي دايرة الرنين. هنا يا شباب هنلاحظ لما انت بترسم رسم بياني ما بين شدة التيار اللي هو اي رمز والتردد بيطلع معاك رسمه بهذا الشكل. بتبقى هنا القيمه الايه العظمى بتاعه شده التيار، هنا مقاومه صغيره، اما في الجزء ده مقاومه ايه كبيره. يبقى هنا مقاومه صغيره اما هنا مقاومه ايه كبيره. ده في الرسمه اللي عندي عشان يوضحها لي. هنا هنلاحظ بقى انه الاكس ال بيساوي الاكس سي، وبالتالي 2 باي اف ال يساوي 1 على 2 باي اف سي. بتوصل منه ان الاف نوت يساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. هيجي يسالك سؤال ما هو الصيغه الرياضيه لتردد الرنين؟ بكتب كده ايه العوامل بقى اللي بيتوقف عليها تردد الرنين. اول عامل عندي يا شباب بيعتمد على معامل الحس الذاتي، بس التناسب مع جذر ال تناسب عكسي. يبقى يتناسب تردد الرنين عكسي مع مش مع معامل حس، مع الجذر التربيعي لمعامل الحس، ويتناسب عكسي مع الجذر التربيعي لمين يا شباب؟ للسعه. وبالتالي لما اجي اعمل مقارنات اقدر اقول ان اف 1 على اف 2 يساوي جذر ال 2 على ال 1، واف 1 على اف 2 يساوي جذر سي 2 على سي 1. لما يتبدلوا هما الاثنين يبقى جذر ال 2 سي 2 على ال 1 سي 1 عشان تعرف تحل المسائل. اول ما يقول لك في المساله احسب شده التيار في حاله الرنين يبقى الاي هيساوي الفي وتقسم على ار لما يقول حاله رنين. طبعا لو هنا رمز هيبقى هنا ايه رمز، لو هنا ماكس يبقى هنا ماكس. يبقى اول ما اقول لك رنين مش هتقسم على زد، هتقسم على مين؟ لكن طول ما قالش رنين اوعى تقسم على حاجه ثانيه، بتقسم على الزد. يبقى امتى هقسم على ار؟ لما اقول لي في حاله
الرنين. فتخليك بقى شاطر وتركز في دوائر التيار المتردد، وده يعتبر من اهم الدروس اللي عندك في المقرر. بعد كده هتدخل على حاجه اسمها اشباه الموصلات. هتعرف يا شباب انه في اشباه الموصلات، احنا عندنا مواد اسمها مواد موصله للتيار، ومواد عازله، ومواد شبه موصله. المواد الموصله تتميز بوفره الالكترونات الحره، ودي زي النحاس. المواد العازله تتميز بعدم وجود الكترونات حره ومقاومتها كبيره جدا، ودي زي البلاستيك او الخشب. في مواد شبه موصله اللي هي السيمي كوندكتور، ودي حاله وسط ما بين العازل والموصل، يعني لا هي جيدة التوصيل ولا هي رديئة التوصيل. الأشباه الموصلات عناصر رباعية التكافؤ زي السيليكون، والسيليكون ده عدد الذرة 14، أو زي الجرمانيوم اللي عدد الذرة 32. تتميز إنه المستوى الأخير فيه 4 إلكترونات، فبتعمل 4 روابط تساهمية أحادية. عشان ارفع كفاءة شبه الموصل قدامي حاجة من اتنين: اما ان انا ارفع درجة حرارته، او ان انا اعمل له عملية تطعيم. يبقى هنا رفع الكفاءة يعني زيادة درجة التوصيل، يعني خفض المقاومة. خفض المقاومة هعمل ايه يا شباب؟ هعمل هنا 1 رفع درجة الحرارة، 2 زيادة التطعيم. حلو، ده يرفع الكفاءة، يعني يرفع درجة التوصيل، يعني يخفض المقاومة. تمام. طيب احنا عندنا في حاجة اسمها البلورة نقية وبلورة غير نقية. لما انت عندك هنا ادي السيليكون اهوت، وادي كمان سيليكون اهوت، وادي كمان سيليكون اهوت، وادي سيليكون، وادي سيليكون. هتلاحظ كل واحدة عندها 4 الكترونات في المستوى الاخير، فبتعمل 4 روابط مع الذرات المجاورة، ودي نفس القصة. دي اسمها ايه بقى هنا؟ بلورة نقية، لان كل ذراتها من نفس النوع. دي اسمها بلورة نقية. حلو. لكن لما اجي بقى انا عاوز اطعمها، هي في الحالة دي درجة توصيلها ضعيفة، انا عايز بقى ايه؟ اعمل لها تطعيم. التطعيم هتعمل ايه بقى؟ هتضيف عنصر اما خماسي او ثلاثي، يعني هتضيف يا اما فلز يا اما لا فلز. فهفترض هنا ان انا هشيل الراجل ده اهو، واحط مثلا مكانه حاجه اسمها زرنيخ اللي هو الاي اس. الزرنيخ عنده 5 الكترونات، فهيدخل ب4، فيبقى عنده هنا الكترون زياده. هذا الالكترون هو المسؤول عن التوصيل الكهربائي. لذلك البلوره هنا بسموها بلوره ان تايب، يعني من النوع اللي هي يا شباب السالب. هنا التوصيل تم عن طريق حركه الالكترونات الزائده. هنا الاي اس هنا بيسموها شائبه مانحه، يعني بيسموها ان دونر. دونر يعني متبرع او مانح. ويقول لك هنا انه حاملات الشحنه الاكثريه هي الالكترونات، حاملات الشحنه الاقليه هي الثقوب. وكلمه ثقب يعني فجوه او هول، وده بيقوم بدور الشحنه الموجبه. هتلاحظ انه عدد الالكترونات الزائده او الحره يعني هيساوي عدد ذرات الشائبه. يعني لو انت حاطط ذره زرنيخ واحده بس يبقى فيه الكترون زياده، حطيت 2 يبقى فيه 2، حطيت 3 يبقى فيه 3. عشان كده بقول لك ايه؟ انه الان دي هو عدد الالكترونات الحره يساوي عدد ذرات المانع. عدد ذرات المانع. طيب هنا بقى بيقول لك معلومه، انه العدد الكلي لحاملات الشحنه عباره عن ان اي اللي هو عدد الالكترونات، وبي اي اللي هو الثقوب، زائد الان دي، او بيكتبوها بسمول عادي مش هتفرق معانا. دي اللي هو اسمه تركيز الايه؟ عدد الالكترونات الايه؟ الحره. يبقى اذا العدد الكلي لحاملات الشحنه ان اي زائد بي اي زائد الان دي. هتعرف انه عدد الالكترونات الحره بيساوي عدد ذرات الايه؟ المانح. وتقريبا العدد الكلي لحاملات الشحنه تقريبا بيساوي عدد بيساوي اللي هو مين؟ اللي هو ان دي يعني. ده اسمها بلوره من نوع سالب. هذه البلوره متعادله كهربيا. نركز بقى، هي طبعا من النوع السالب لان التوصيل تم عن طريق الالكترون الحر الزياده ده.
اللي هو تمكن بالقفز الى نطاق اسمه نطاق التوصيل. طيب لكن البلوره كشحنه مش سالبه، لا هي متعادله. ليه؟ لانه اثناء التطعيم لم يحدث فقد ولا اكتساب للالكترونات، لان احنا اضفنا ذره متعادله الى ذره متعادله، فبيظل مجموع الشحنات الموجبه يتساوي مع مجموع الشحنات السالبه. في بعض الناس يقول له علل ليه بلوره متعادله، يقول لك والله لانه عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات في كل ذره من ذرات البلوره، تمشي. لكن الافضل تقول له لانه اثناء التطعيم لا يحدث فقد ولا اكتساب للالكترونات، وبالتالي ايه اللي بيحصل عندي؟ انه اضفنا ذره متعادله لذره متعادله، فيظل مجموع الشحنات الموجبه يتساوى مع مجموع الشحنات السالبه. طيب لو احنا جينا بقى حبينا نعمل نوع تاني من البلوره ونسموها بلوره من النوع الموجب، كل اللي هعمله هشيل ده اهي خالص واحط واحده تانيه اهي بس عندها 3. ايه اللي هيحصل بقى؟ زي مين؟ زي العناصر الفلزيه، زي الالومنيوم او زي الجاليوم او زي البورون. انا هفترض هنا ان حاطط البورون. ايه اللي هيحصل؟ يعني البورون ده عنده 3 بس. حلو. هيعمل هنا رابطه عادي، وهنا رابطه عادي، وهنا رابطه عادي، بس يجي عند الرابطه ده اهي مشكله بقى ناقصه. الرابطه دي فيها مشكله هنا، هي بتاعت السيليكون دي مش كامله بقى. هنا ايه اللي يحصل؟ في نقص هنا، ده هنا ثقب بقى. عشان احل المشكله هضطر اقتنص الكترون من ذره مجاوره. خلي بالك من الحته ده هي. طب وبعدين اصبح هنا في الكترون ناقص يسمى ثقب. يبقى الثقب هو عباره عن الكترون ناقص، وهنسمي ذره البورون هنا ذره متقبله اي اكسبتور، فيبقى العدد هنا اسمه Na، فيبقى العدد الكلي هنا Na زائد Ni زائد البي اي، ده اسمه العدد الكلي لحاملات الشحنه. هيبقى حاملات الشحنه الاكثريه هنا ثقوب، الاقليه هنا الكترونات. ال Na اللي هو عدد الثقوب اللي عندي بيساوي عدد ذرات القابل، عدد ذرات القابل. خلي بالنا من الحته دي. طب نوع البلوره سالبه. طب شحنته متعادله. طب ليه متعادله؟ نفس الكلام نفس الكلام، لانه اثناء التطعيم لم يحدث فقد ولا اكتساب للالكترونات، وانما اضفنا ذره متعادله الى ذره متعادله، بالتالي مجموع الشحنات يساوي مجموع الشحنات الموجبه يساوي مجموع الشحنات السالبه. هنيجي بقى اللي بعد كده حاجه اسمها الوصله الثنائيه، او بيسموها ضايود. بيسموها ايه؟ ضايود. الوصله الثنائيه مطلوب من حضرتك تعرف يعني ايه وصله ثنائيه، الرسم بتاعها عامل ازاي. في حاجه اسمها الرسم الرمزي بيتعمل كده، ده اسمه بي وده اسمه ان. الوصله الثنائيه عباره عن بلورتين ملتصقين ببعض، واحده موجب والثانيه ايه؟ سالب. بس في الحاله ده هي هتبقى عارف عند الالتصاق، عند الالتصاق، وركز في كلامي، البلوره السالبه ستصبح موجبه الجهد، البلوره الموجبه ستصبح سالبه الجهد. خلي بالك، عند التصاق بلوره سالب مع بلوره موجب، البلوره السالب بيبقى يصير عليها شحنه موجب، البلوره الموجب يصير عليها شحنه سالب. في منطقه هنا في النص اسمها منطقه نضوب او منطقه استنزاف، اللي هي خاليه من حاملات الشحنه على جانبي منطقه الالتحام. هتعرف حاجه اسمها حاله التوازن الكهربي، اللي هي المجال الكهربي بيمنع فيها اي زياده في عدد حاملات الشحنه من الانتشار عبر منطقه الاستنزاف. هتعرف القانون الفي اي بيساوي الاي اي في الدي، الفي اللي هو فرق الجهد، الاي اللي هو شده المجال، الدي اللي هو عرض منطقه الاستنزاف. هتبقى عارف انه الوصله الثنائيه بيطلوا السطح الخارجي بماده موصله من اجل وصلها باسلاك كهربائيه. هتبقى عارف برضو انه الوصله الثنائيه لها طريقتين في التوصيل، توصيل اسمه توصيل امامي وتوصيل اسمه توصيل عكسي. هتعرف انه في التوصيل الامامي بيبقى عندك ادي البلوره بي وادي البلوره ام، بتوصل دي بالقطب الموجب ودي بالقطب السالب، فالبلوره الموجبه توصل بالقطب الموجب والبلوره السالبه توصل بالقطب السالب. اما هنا من اسمه كده عكسي، ادي الموجبه وادي السالبه، هنوصل البلوره الموجبه بالقطب السالب والبلوره السالبه بالقطب الايه؟ الموجب. واكتر من شكل عندك في الرسمه. هتخلي بالك انه البطاريه لها مجال اسمه اي اكزيت اللي هو مجال خارجي. المجال الخارجي بيطلع من الموجب للسالب، يعني ماشي كده. البلوره الوصله الثنائيه فيها بلوره سالب شحنتها موجب، فيبقى المجال بتاعنا ماشي كده. يبقى في المجال الخارجي ماشي من القطب الموجب للقطب السالب،
المجال الداخلي اللي هو اسمه اي انتر في الوصله ماشي من البلوره السالب للبلوره الموجب. ليه؟ لان البلوره السالب عليها شحنه موجب، اصبح المجالين هنا متعاكسين، فمنطقه الاستنزاف اللي في النص دي تقل. ليه؟ لانه هيحصل اندفاع للالكترونات الحره في البلوره السالبه والثقوب باتجاه خط المماس، فمنطقه الاستنزاف تضيق، نسبه المقاومه تقل، فيمر هنا ايه؟ تيار اصطلاحي باتجاه حركه الثقوب في البلوره الموجبه، اي عكس حركه الالكترونات في البلوره السالبه. نيجي بقى للتاني اللي هو التوصيل العكسي، بنوصل الموجب كبلوره بالسالب كقطب. هنا المجال الخارجي اللي هو الاي اكزيت اللي هو بتاع البطاريه ماشي كده، وهنا المجال الداخلي اللي هو انتر ماشي كده كمان، لانه ماشي من البلوره السالب الى البلوره الموجب. المجالين كانهم في اتجاه واحد، هتندفع الالكترونات والثقوب بعيدا عن منطقه او خط اللي هي يا شباب التماس، لانه المجالين عكس ايه؟ بعض، وبالتالي منطقه الاستنزاف بتكبر، وبالتالي مقاومتها بتزيد بتاعه الوصله، فالتيار بيبقى ضعيف جدا. يعني بنقول يمنع مرور تيار باستثناء تيار ضعيف اسمه تيار الانحياز العكسي. فبنعتبر ان الوصله الثنائيه في حاله التوصيل الامامي مفتاح مغلق، في حاله التوصيل العكسي مفتاح مفتوح. هتخلي بالك ان في فرق بين الوصله الثنائيه والمقاومه الاوميه. الوصله الثنائيه مقاومتها بتتغير بتغيير اتجاه التيار، اما المقاومه الاوميه مقاومتها مش بتتغير. اكشف ازاي عن وصله ثنائيه؟ بالاوميتر. والله لو اداني مقاومه كبيره يبقى توصيل عكسي، اداني مقاومه صغيره يبقى توصيل امامي. وممكن يجيب لك هنا مصباح في الحته ديت مثلا، يقول لك المصباح يضيء ليه؟ تقول عشان التوصيل امامي، وتشرح له بقى المجال الخارجي يعكس المجال الداخلي ومنطقه الاستنزاف تقل، وتشرح الكلام ده. طيب هتبقى عارف انه في رسمه هنا مهمه جدا في الوصله الثنائيه، ان انا بعمل لك الرسمه كده اهو، واكتب لك هنا شده التيار، وهنا الجهد يا شباب، واكتب هنا عكسي وهنا ايه؟ امامي. طب افرض ان هو عاوز الامامي بس، بقى هعمله دي بس، ده الامامي بس. افرض انه عايز اللي هو مين؟ العكسي، اجي اعمله دي كده، لان ده جهد، ده مين؟ وده تيار، ده عكسي. خلي بالنا من هذه الايه؟ الاشياء. يبقى معاك رسمه الامامي بس، رسمه العكس بس، رسمه الاثنين مع بعض. الوصله الثنائيه بنستخدمها في تقويم التيار المتردد. تقويم التيار المتردد يعني جعله تيار موحد الاتجاه، وده بيسموه تقويم نصف موجي. والكتاب كتب لك نصف موجب لانه اشتغل على رسمه واحده بس، انه انت حضرتك عندك هنا ادي التيار المتردد. هنفترض ان انا واخد تيار متردد بهذا الشكل، ده اللي هو الاي سي، طبعا ده الموجب وده الجزء السالب. لو انا جيت هنا جيتني جايب دايره ادي تيار متردد، خلي بالي، وهنا ادي الديود او الوصله الثنائيه، وهنا الان، وجيتني جاي هنا موصلهم مع مقاومه. خلي بالك من الكلام. ايه اللي هيحصل؟ ده مدخل، احنا عايزين المخرج بقى، المخرج هيطلع ازاي؟ هنا الطرف اللي هو الموجب يا شباب، طبعا دي اسمها البي، اما حرف الدي تعبير عن كلمه ديود يعني. الطرف الموجب هنا اللي هو البلوره الموجبه هي اللي ماشيه مع التيار المتردد. في الحاله دي معناها هسمح بمرور الجزء اللي فوق بس، فيطلع بهذا الشكل. الجزء الفوقاني فقط هو اللي هيمر الموجب بس، وما تلزقهمش ببعض. ليه؟ لان هنا اسمه تقويم نصف موجب، يعني يسمح بمرور الجزء الموجب بس، لان الوصله الثنائيه تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد. طب افرض بقى عكس الرسمه، يعني عمل ايه؟ عمل ايه هو؟ جينا عاملين الرسمه بطريقه ثانيه، جينا جايبينها كده ورايحين في الحته دي اهي، ومدخلين لك هنا ادي التيار، ادي هنا الوصله، وهنا الان، وجيت انا عامل هنا مين؟ التيار المتردد، وجيت عامل لك هنا المقاومه. هنا يا شباب هنلاحظ ان التيار المتردد ده اهو، لو حطيت الرسمه دي هنا، الشكل هيطلع بهذا الشكل اللي هو الجزء السالب بس.
يبقى انا سمحت بالنص السالب بس. ده اسمه تقويم التيار المتغير. هذا فيما يتعلق بالوصله الثنائيه. بعد كده بقى بتنقل على جزء يعتبر كيميائي، الا هو نماذج الذره ونظريه الكم. عندك هنا بتتكلم على فرضيه ماكس بلانك، وعلم الطيف او المطيفيه، وفرضيات بلانك لازم تبقى عارفها كويس. لازم تبقى عارف انه الاي بيساوي اتش اف اللي هو ثابت بلانك في التردد، او بيساوي اتش في سي على لمبه. هتبقى عارف انه العلاقه بين الاي والاف علاقه طرديه، ويبقى الميل هنا يساوي ثابت بلانك، او يتناسب الطاقه عكسي مع اللمبه، يعني طردي مع 1 على لمبه. فهنا الميل هيساوي اتش في سي. خلي بالك من الحاجات اللي زي ديت. هنلاحظ انه لو انا عندي طبعا الفوتونات، الفوتون هو اقل مقدار من الطاقه. هتلاحظ عندك كمان انه لو انت عندك عدد من الفوتونات فبتقول ان في اتش في الاف الطاقه بتطلع مضاعفات عدديه صحيحه من طاقه الفوتون، يعني يطلع اتش اف او 2 اتش اف او 3 اتش اف الى اخره. اما كلمه نص اتش اف هذا خطا، وبالتالي يجي لي سؤال في الامتحان: علل لا توجد طاقة تعادل نص اتش اف، لأن الطاقة مكممة حسب علاقة ماكس بلانك، لأن أقل مقدار من الطاقة هو طاقة الفوتون اللي هي اتش اف. وتعرف بقى فرضيات أينشتاين قال نفس الكلام بتاع ماكس بلانك، لكن أضاف عليه إنه الضوء عشان يحصل انبعاث أو امتصاص الإلكترون لما بينتقل بين مستويين لازم يكتسب أو يفقد فرق الطاقة التي تعادل الفرق بين طاقتي المستويين. يعني أنت عندك هنا مستوى والإلكترون هيطلع كده، ده الإلكترون هنسمي ده E1 داخلي، وهنسمي ده E2 خارجي. الإلكترون عشان يطلع لازم يكتسب طاقة تساوي الفرق بين طاقة المستويين. طب عشان يرد لازم يفقد طاقة تظهر على شكل فوتون. فهنا دلتا اي بتساوي اي خارجي ناقص اي مين يا شباب؟ اي داخلي. لازم دلتا اي دي تطلع موجب، طلعتها سالب حلك غلط، فدايما اي خارجي هتكون اكبر من الاي الداخلي. هتبقى عارف كمان نقطة مهمة، انه الطاقة لها وحدة اسمها جول، لكن عندنا وحدة تانية اسمها الكترون فولت. تعريف الالكترون فولت اللي هو الشغل المبذول لنقل الكترون بين نقطتين، فرق الجهد بينهما 1 فولت. ازاي احول من الكترون فولت الى جول؟ بضرب في 1.6 في 10 اس سالب 19، كده هقسم على 1.6 في 10 اس سالب 19. هتبقى عارف الفنيه اللي انا هقول لك عليها ديت فنيه غايه في الاهميه. عند حساب اف او لمبه تاكد ان الاي بالجول. عيد تاني، لما تيجي تحسب اف عشان يديني اختيارات او اكمل او صح وخطا او مساله، لما تيجي تحسب التردد او الطول الموجي لازم تتاكد ان الاي او الدلتا اي مكتوبين بالجول. طب يا باشا لو مكتوبين بالالكترون فولت لازم تحول زي ما عرفتك. بعد كده هتدخل على ظاهره التاثير الكهروضوئي، وتعرف انه الفيزياء الكلاسيكيه كانت بتقول انه زياده شده الضوء الساقط على الفلز يزيد من معدل امتصاص الالكترونات للطاقه مهما كان تردد الضوء. دي الفيزياء الكلاسيكيه. اما التجارب الحديثه اثبتت عكس الكلام ده. فالتاثير الكهروضوئي او الاثر الكهروضوئي تعريفه اللي هو انبعاث الكترونات من فلزات معينه نتيجه سقوط ضوء له تردد مناسب، والالكترونات المنبعثه بنسميها الكترونات ضوئيه. وعندنا حاجه اسمها الباعث وحاجه اسمها المجمع. والباعث ده اللي هو اللوح المعدني اللي هو بتاع سطح الفلز، فيه اللي هو الالكترونات بوصله بالقطب السالب، وبوصل المجمع بالقطب الايه الموجب. يبقى عندي هنا الفولتميتر. هنا يا شباب بتسقط الفوتونات، بعدين بتاخد الكترونات وتحررها حسب طاقه الضوء. هنلاحظ ان كل فوتون يعطي طاقته بالكامل لالكترون واحد. فبالتالي لو انا عاوز ازود عدد الالكترونات لازم ازود عدد الفوتونات، يعني ازود شده الضوء. طيب حلو، خلي بالك من الحته اللي جايه دي.
العالم اينشتاين قال لنا يا جماعه احنا عندنا اي بيساوي فاي زائد كي اي. الاي اللي هي طاقه الفوتون، الفاي اللي اسمها داله الشغل، الكي اي اللي اسمها طاقه حركه الالكترون. الاي دي عباره عن اتش في اف، الفاي عباره عن اتش في اف نوت زائد الكي اي. كلمه فاي اللي هو داله الشغل اللي هو اقل مقدار من الطاقه يكفي لتحرير الالكترون. الاف نوت اسمه تردد العتب اللي هو اقل تردد يكفي لتحرير الالكترون من سطح الفلز. هتلاحظ انه الكي اي دهيت تساوي اي ناقص الفاي، فيبقى الكي اي يساوي اتش افتح قوس اف ناقص اف نوت كعامل مشترك. هتبقى عارف انه الكي اي لها قانون اسمه نص ام في تربيع. هيجي يسالك سؤال في الامتحان، ايه العام توقف عليها طاقه حركه الالكترون؟ اوعى تقول لي الام والفي غلط، لان الام ثابت، انما هي بتعتمد على طاقه الفوتون او تردده، وتعتمد على داله شغل او تردد الايه العتبه. طبعا ان عندك في حاجه اسمها في كات اللي هو جهد القطع بتساوي الكي اي على الاي، يعني بيساوي الاي ناقص الفاي على الاي. اي اللي هي شحنه الالكترون، الفي كات او جهد القطع يا شباب اللي هو اكبر فرق جهد بيمنع او يؤدي الى ايقاف الالكترونات. وهتلاحظ انه جهد القطع هو المقياس العملي او الدليل المادي لقياس طاقه الحركه لاسرع الالكترونات. هتبقى عارف ان اسرع الكترون بيكون عند السطح والالكترونات البطيئه بتكون تحت. هتبقى عارف انه جهد القطع معتمد على طاقه الضوء، على طاقه الضوء ودالة الايه الشغل. نيجي بعد كده بيجيب لك اللي هو اللوح اللي هو الباعث والمجمع، ويعمل لك رسمه ثانيه ويعمل لك هنا ايه ادي الالكترونات اهوت، بس يوصلك ده بالموجب وده بالسالب. خلي بالك بقى معايا هنا يا شباب لما اقول لك ماذا يحدث عندما يعكس اقطاب البطاريه. هنا على سطح الباعث بنقول يؤدي الى نشوء مجال كهربي يعاكس حركه الالكترونات بين السطحين ويبطئ او يبطئ من سرعتان. السؤال بقى نخلي بالنا، اينشتاين قال ايه؟ قال يا شباب لو الاي يساوي الفاي يعني اف يساوي الاف نوت، يعني لامدا يساوي لامدا نوت. طبعا اي يعني طاقه الفوتون، فاي يعني داله الشغل، اف يعني تردد الفوتون، اف نوت يعني تردد العتبه، لامدا اللي هو طول موجه الضوء، لامدا نوت اللي هو طول موجه لعتبه الفلز. اذا اي واحد من الثلاثه دول بيساوي بعض كده اهو بهذا الشكل، فبتقول لي هنا بص يتحرر الكترون بس دون اكسابه طاقه حركه. خلي بالك من الحته دي. طيب اما لو الاي اصغر من الفاي او الاف اصغر من الاف نوت او اللمضه، خلي بالك معايا اللمضه والاف عكس بعض، اجي عكس العلامه كده. في هذه الحاله لا يتحرر اي الكترون مهما كان تردد الفلز، مهما كانت شده الضوء لا يتحرر اي الكترون. الحاله الثالثه بقى، طب لو الاي اكبر من الفاي يعني الاف اكبر من الاف نوت، يعني معناها اللمضه اصغر من اللمضه نوت. ركز بس اهم حاجه في الحاجتين دول. في هذه الحاله يتحرر الكترون ويكتسب طاقه حركه. اذا انت هتعرف هيتحرر ومعاه طاقه حركه ازاي من الاي اكبر من الفاي او الاف اكبر من الاف نوت او اللمضه اقل من اللمضه نوت. هتبقى عارف انه لما تيجي تحل تتاكد من وحدات الايه القياس، وعندك الامثله كتيره في الكتاب بتاع المدرسه، وتبقى عارف انه معلومات اساسيه هي الفوتون الواحد يدي طاقته الالكترون واحد. طب انا عاوز احرر الكترون قدامي حل من الاثنين، يا الاي تساوي فاي يا اكبر من الفاي، يعني اي يساوي او اكبر من ده للتحرير. اما لتحرير واكتساب طاقه حركه لازم الاي اكبر من الفاي. طيب انا عايز ازود عدد الالكترونات المتحرره، يبقى لازم ازود عدد الفوتونات، يعني ازود شده الضوء بس يكون التردد مناسب. حسب الفيزياء الكلاسيكيه كانوا شايفين ان شده الضوء او زياده زمن التعرض او زياده الجهد هي بتحرر او بتزيد من معدل امتصاص الالكترونات، لكن اتضح هذا الكلام خطا. والدليل ان الاحمر الساطع لا يستطيع تحرير الكترون من فلز
في حين أنه يستطيع الأزرق الخافض، لأن الأزرق الخافض طاقته كبيرة وتردده كبير، فيستطيع تحرير الإيه؟ الإلكترون. كان في معلومة بس فيما سبق قبل ما أنسى، في الجزء اللي فات احنا كنا بنقول عشان ارفع كفاءة شبه الموصل ارفع درجة الحرارة او ازود التطعيم او اعمل تطعيم يعني. طيب لو انا عاوز ازود عدد الثقوب او عدد الالكترونات، ده بقى بيتوقف على ذرات الشائبة كعدد وعلى نوع مادة شبه الموصل. فيجي لك سؤال زي ما هتلاقيه في الامتحانات، يتوقف عدد الثقوب او عدد الالكترونات في بلورة شبه الموصل على، تقول على عدد ذرات الشائبة وعلى نوع مادة شبه الايه الموصل. بعد كده بتدخل على حاجة اسمها نواة الذرة، والمطلوب حضرتك في نواة الذرة فيها كلام يعتبر كله كيمياء. مطلوب من حضرتك تعرف انه اللي اكتشف البروتونات كان عالم اسمه رازرفورد من خلال التجربة بتاعته، وبعد كده كان في عالم اسمه جيمس شادويك اكتشف حاجة اسمها النيوترونات اللي هي المتعادلة، وكان عندنا عالم قبل كده اسمه تومسون، ده اللي هو اكتشف الالكترونات. فبتعرف بقى ان الذرة فيها نواة، والنواة فيها بروتون ونيوترون، وفي الكترون بره، وتعرف يعني ايه العدد الذري ويعني ايه العدد الكتلي. هتعرف انه الايه يعني عدد كتلي، الزد يعني عدد ذري، الان اللي هو عدد النيوترونات. هتعرف ازاي ان انا بسمي العنصر هنا زد، هنا الايه، الزد يعني عدد ذري، الايه يعني عدد كتلي. لو عمل لي علامه ستار او نجمه معناها عنصر مشع او عنصر غير مستقر. هتبقى فاهم بعض التعليلات بقى، الذره متعادله لان عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات. هتبقى عارف انه العدد الكتلي هو مجموع كتل عدد البروتونات وعدد النيوترونات. هتبقى عارف مصطلح جديد يظهر عليك اسمه نيوكليون، والنيوكليون اللي هو البروتون والنيوترون، يطلق على البروتون والنيوترون. هتبقى عارف ان كتلة الذرة تتركز في النواة، لان كتلة مكونات النواة اكبر بكثير من كتلة الالكترون، لان كتلة الالكترون ضئيلة جدا. ومديك في الكتاب ان الكتلة بتاعت النواة تقريبا تعمل 1835 مرة كتلة الالكترون. هتبقى عارف انه في حاجة اسمها نظائر العناصر او نظائر الانوية، اللي هي انوية او ذرات لها العدد الذري نفسه، يعني لها نفس الخواص الكيميائية وتختلف في العدد الكتلي. يعني مثلا نقول سي 610، سي 611، سي 612، سي 613، سي 6 مثلا يعني، وهكذا، او اتش 11 او اتش 12 او اتش 13. هتلاحظ ان اتش 11 الوحيد اللي ما عندوش نيوترون، نيوترون بصفر، العدد الذري سواء عدد الكتلي. دي اسمها نظائر، واللي تحت برضه اسمهم نظائر لانهم متفقين في العدد الذري بس مختلفين في العدد الكتلي لاختلافهم في عدد النيوترونات. بيجي لك سؤال، ما هي العوامل التي يتوقف عليها نسبة وجود النظائر؟ هم عاملين: طريقة التكوين طبيعي أو صناعي وحسب استقراره. يبقى ما هي العوامل التي يتوقف عليها نسبة وجود النظير؟ تقول كده في الامتحان: طريقة التكوين إما طبيعي أو صناعي أو حسب الاستقرار. بعد كده عندك إنه في حاجة اسمها وحدة الكتل الذرية اللي هي 1/12 من كتلة ذرة الكربون. هتدخل بعد كده على حاجة اسمها طاقة السكون أو الإي ريست اللي هي الإنرجي ريست، دي بتساوي ام في سي تربيع، وتبقى عارف دي علاقة أينشتاين، وتبقى عارف ان هي الطاقه المكافئه لكتله الجسيم. هتخلي بالك انه في التفاعلات النوويه، يحدث نقص في الكتله. ليه؟ لانه بيتحول جزء من كتله النيوكليونات الى طاقه تعمل على ربط مكونات النواه. او لو الطالب كتب لان النقص في الكتله يتحول الى طاقه تعمل على ربط مكونات النواه، بقول له صح. هخلي بالك هنا لما تيجي تحل بقى على المسائل، الطاقه ديت اي لو انت عاوزها جول، ولو انت عاوزها بالميجا الكترون فولت اللي هي الام اي في. لو انت عاوزها بالجول تاكد ان الام مكتوبه بالكيلو جرام. اما لو عاوزها ام اي في تاكد ان الام بوحده اسمها اي ام يو اللي هي وحده كتل ذريه. بعد ما بتحسب دي بالكيلو جرام تضرب الناتج في مربع سرعه الضوء. اما بعد ما دي تكون وحده كتل ذريه تضرب الناتج في 931.5. لذلك انت عندك ال AMU الواحد منه بيتحول
إلى كيلو جرام بضرب في 1.66 في 10 أس سالب 27. طب لو عايز تحوله إلى جرام بتضرب في 1.66 في 10 أس سالب 24. طب عايز تحوله إلى مليون إلكترون فولت تضرب في 931.5. خلي بالك من الحاجات دي. بعد كده هيروح يقول لك الإلكترون فولت نفسه عشان تحوله إلى جول تضرب في 1.6 في 10 أس سالب 19. هنيجي بعد كده على استقرار النواة. يتوقف استقرار النواة على 1 القوى النووية، 2 طاقة الربط النووي لكل نيوكليون اللي هي الاي بي شرطة. طيب اللي هي الاي بي شرطة. طيب بالنسبة للقوة النووية لازم تعرف خصائصها أنها قوة قصيرة المدى، أنها ليست مادية وليست كهربائية. أو كرر، القوة النووية ده هي قصيرة المدى لأنها تنشأ بين نيوكليونات متجاورة داخل النواة، لا تعتمد على الشحنة لأنها بتدخل ما بين البروتونات والنيوترونات. تلعب دور في استقرار النواة. مقدارها يمنع زوج من البروتونات من التنافر والبقاء داخل النواة. هتعرف انها ليست ماديه وليست كهربائيه. طيب عندنا هنا مخطط مهم جدا اهو لما بيرسم علاقه ما بين الN والزد، يعني ما بين النيوترونات والعدد الذري او عدد البروتونات، ويجي عامل لي خط كده اهو وبعدين يعمل لي خط كده. فيقول لك ايه بقى؟ انه الاعداد اللي على الخط المستقيم اللي انا عامله، اللي هو اللي انا هعمله مميز اهو باللون الازرق ده اهو، دي بيسموها عناصر مستقره. اللي بيشذ عنها بيبقى عناصر غير مستقره. عندنا الأعداد الذرية الصغيرة أو الخفيفة، يعني تقريبا مثلا لغاية 30 ولا حاجة، دي بتبقى يا شباب أعداد أو عناصر مستقرة. تقريبا الN والZ زي بعض تقريبا، العناصر اللي هي الخفيفة. يبقى في الخفيفة تقريبا الN زي الZ، النسبة بينهم تقريبا زي بعض، فدي عناصر مستقرة. بعد كده لو كان الزد لغاية 82 حتى 82 عدد البروتونات بيزيد، قوة التنافر بتزيد، لكن زيادة النيوترونات تعوض زيادة القوة الكهربائية فتصبح أنواع مستقرة. أما بقى لو كان زد، ودي المشكلة، أكبر من 82 أكبر من 82 هنا يا شباب قوة التنافر بين البروتونات بتكون كبيرة جدا، بس النيوترونات لا تستطيع التغلب أو تعويض قوة التنافر فتصبح عناصر غير مستقرة. بعد كده بيدخلك على حاجة اسمها اي بي اللي هي طاقة الربط النووي اللي بتساوي دلتا ام سي تربيع. فيقول لك في الامتحان تعتمد طاقة الربط النووي هنا على النقص في الكتلة، فهو في علاقة طرد، كل ما دلتا ام نفسه يكبر كل ما الاي بي تكبر معاه، كل ما دلتا ام يقل كل ما الاي بي تقل، لان السي تربيع مقدار ثابت. هتلاحظ انه طاقة الربط النووي لا تعبر عن استقرار النواة، لا تعبر عن استقرار النواة، لان هي بتزيد بزيادة العدد الكتلي وتقل بنقص العدد الكتلي. طب القانون بتاعها عبارة عن ايه؟ زد ام بي زائد الان ام ان ناقص الام اكس، وده كله مضروب في السي تربيع. هتلاحظ ان زد اللي هو العدد الذري او البروتونات، ام بي اللي هي كتلة البروتون، ان اللي هو عدد النيوترونات، ام ان اللي هو كتلة النيوترون، ام اكس اللي هي كتله النواه الفعليه. هتلاحظ ان ام اكس اقل من الجماعه دول كلهم، فاقول لك كتله النواه الفعليه اقل من مجموع كتل النيوكليونات. ليه؟ لان النقص في الكتله يتحول الى طاقه تعمل على ربط مكونات النواه. هتخلي بالك لما تحسب الطاقه بوحده مليون الكترون فولت لازم كل الام تكون بوحده ام يو، واللي يطلع تضربه في 931 ونص. بعد كده انت عاوز تجيب اي بي شرطه اسمها طاقه الربط لكل نيوكليون، بتاخد الاي بي وتقسمه على الاي بي اللي هو طاقه الربط تقسمها على العدد الكتلي، ومن خلال طاقه الربط لكل نيوكليون بعرف استقرار النواه. اذا استقرار النواه مش معتمد على طاقه الربط النووي، انما معتمد على طاقه الربط النووي لكل نيوكليون. ليه؟ لانها تعبر عن مدى ارتباط النيوكليون بمين يا شباب؟ بنواته. طبعا انت في الامتحان ممكن يطلب منك اي بي، ممكن يطلب منك اي بي شرطه، ممكن يطلب منك ام اكس وهكذا. تمام؟ عندك هنا مخطط اهوت موجود في كتاب المدرسه عندك ما بين الاي بي شرطه اللي احنا بنقول عليها اي بي على الاي،
وما بين العدد الكتلي، فبتلاقيه عامل لي حاجه زي دي كده، وبعدين ثابت وبعدين ينزل كده. هنا ده مخطط مقسم الى جزء، وادي جزء، وادي كمان جزء. هنلاحظ ثلاث اجزاء. الاعداد الكتليه الخفيفه تبقى عناصر غير مستقره تميل الى الاندماج النووي عشان تزود في العدد الكتلي وتزود في طاقه الربط النووي. اما العناصر الثقيله تميل الى الانشطار النووي بسبب نشاطها الاشعاعي، وتتحول الى انويه اكثر استقرارا، ف بيتقلل من الكتله بتاعتها. العناصر المتوسطه بقى هي اكثر العناصر استقرارا، لان طاقه الربط النووي لكل نيوكليون كبيره. واكثر عنصر مستقر في الجدول هو، او اكثرهم استقرارا، هو الان اي، لان الاي بي شرطه بتاعه عامل 8.8 مليون الكترون فولت لكل نيوكليون. يعني معناها طاقه الربط النووي لكل نيوكليون كبيره، وبالتالي يحتاج الى طاقه كبيره لفصل مكوناته. طيب هنا بقى لو انا جبت لك اكس وواي، قلت لك مثلا هنا 40 وهنا 70، وقلت لك الاي بي بتاع الاكس عامل 240 مليون الكترون فولت، وقلت لك الاي بي بتاع الواي عامل 350 مليون الكترون فولت، قلت لك مين اكثر استقرارا، الاكس ولا الواي؟ تعمل ايه في الامتحان؟ سهله يا استاذ. اجيب الاي بي شرط، اقسم ال 240 على 40 يطلع معانا 6 مليون الكترون فولت لكل نيوكلون. وهنا اجيب الاي بي شرطه بتاعه، اقسم 350 اللي هي الاي